دكاترة تالتة ثانوي عاملين ايه؟ نزلنا بارت 1 بتاع تريكات وافكار النماذج الاسترشادية. خلصنا اول 3 chapters. يلا دلوقتي هنشتغل بقى الافكار بتاعة النماذج والامتحانات اللي فاتت بتاعة شابتر الاميونيتي وبتاعة الموليكيولر تكنولوجي. طيب اول حاجة في الافكار اللي كانت موجودة على قصة الاميونيتي، اولا لما يجي يتكلم معاك ان لو حصل كات في الابيديرمس بتاع تري، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل طبعا انه البلانت على حسب نوعها يا اما هتكون كورك او هتكون جم. هتكون كورك او جم ليه؟ علشان تمنع الانترنس بتاع الباثوجين. طيب لو الكات ديت وصلت للكورك اللي اصلا موجوده هيحصل ايه؟ هتعمل ريفورميشن للكورك مره تانية. خلاص. طيب الحاجه التانية برضو اللي اتكلم عليها قصه الزايلم فيزلز. عايزاك تركز معايا هنا في حاجه. طبعا احنا عارفين يا دكاتره انه الزايلم فيزلز بتبقى ادي الزايلم فيزلز كده بتبقى فيها بيتس بالشكل ده، وبيبقى عندنا حاجه اسمها الزايلم بارينكيما. الزايلم بارينكيما هي اللي بتبدا ان هي تعمل الاوفر جروث اللي هو التايلوسيس. يعني انا دلوقتي بحاول امنع الباثوجين ان هو يدخل. لو الباثوجين دخل هحاول ان انا امنع السبريدنج بتاعه بان انا اكون تايلوسيس. التايلوسيس ده اللي بيكونهم لمين؟ البارينكيما بتاعه الزايلم. طيب هتدخل جوه الزايلم فيزلز ازاي؟ ازاي التايلوسيس هتدخل جوه؟ في بقى حاجه مهمه جدا جدا عايزاك تركز فيها. بص يا دكتور، الزايلم فيزلز من جوه بيبقى فيها ليجنين. الليجنين بيبقى مترسب على الزايلم فيزل كلها من جوه ما عدا الاماكن اللي فيها بيتس. الاماكن اللي فيها بيتس مش بتبقى مفتوحه كده على الشارع، لا بيبقى فيها بلازما ممبرين. بيبقى فيها بلازما ممبرين زيها زي اي سيل في الدنيا، يعني الحته دي كده فيها بلازما ممبرين. لما تيجي بقى الزايلم بارينكيما تعمل لنا التايلوسيس اللي هو الاوفر جروث، ايه اللي هيحصل؟ التايلوسيس هتدخل على جوه كده وهتاخد معاها البلازما ممبرين بتاعه البيتس. الحته دي مهمه جدا. يبقى دلوقتي انا عندي ادي الزايلم فيزل من جوه عنده ليجنين وفي اماكن فاضيه اللي هي البيتس. الزايلم بارينكيما هتعمل التايلوسيس. التايلوسيس عايز يدخل يسد الزايلم فيزلز من جوه بحيث ان هو يقطع الطريق على الباثوجين. طيب هو دلوقتي لما يدخل بقى التايلوسيس دوت هيدخل ومعاه مين؟ انا كاني الحته اللي هي فيها البيتس كأن عليها بالونه رفيعه كده اللي هي ايه؟ اللي هي البلازما ممبرين. فلما تيجي التايلوسيس تدخل لجوه في الزايلم فيزل هتدخل ومعاها الممبرين بتاع البيتس على جوه، ودي حاجه مهمه. طبعا التايلوسيس بيرمننت وانس ان هي اتكونت بتفضل موجوده طول الوقت. التايلوسيس هتقلل الترانسبورت بتاع الووتر في البلانت لان هي موجوده جوه الزايلم فيزلز اللي هي بتنقل الميه. فدي من الحاجات اللي لازم نبقى واخدين بالنا منها. الحاجة التانية بنتكلم على قصة الريسبتورز وقصة الميثودز بتاعت الميكانيزمز بتاعت البلانتس. البلانتس بيبقى عندها الريسبتورز دي بتبقى موجودة من الأول من قبل الانفكشن، ولكن كميتها بتزيد بعد الانفكشن، وهي اللي بتبدأ ان هي تعمل ستيميوليشن لكل الميكانيزمز التانية ان هي تشتغل. لكن عندك مثلا حاجه زي التايروسيس لا ما بتبقاش موجوده من الاول. عندك حاجه زي الفينولز والجلايكوسايدز بيبقى في انواع موجوده من قبل الانفكشن وانواع بتتكون بعد الانفكشن. عندك حاجه زي الديتوكسيفاينج انزيمز، طبعا دي بروتينز دي بتتكون بعد الاصابه عشان تتعامل مع التوكسينز اللي طلعها الباثوجين. طيب دي كانت الحاجات اللي ايه اللي بنتكلم عليها في الاميونيتي في البلانت. ندخل على الاميونيتي في الهيومن. لما نتكلم على الاميونيتي في الهيومن طبعا اول حاجه لازم نتكلم عليها هي الاميونيتي كيميكالز. عندنا كذا كيميكالز كده مهمين ودايما بيتكرروا في الامتحانات وتكرروا في النماذج الاسترشاديه. عندك مثلا الانترلوكينز. الانترلوكينز ديت ايه الحاجه اللي انا عايزاك تركز فيها؟ اولا هي كيميكال سبستنس بتتنقل من اميون سيل لانذر اميون سيل. بمعنى هي الانترلوكينز ديت رايحه من مين لمين؟ رايحه مثلا من الماكروفاج للتي هيلبر عشان تعمل لها اكتيفيشن، وبعد كده تروح من التي هيلبر اللي اتاكتيفت للبي سيلز،
او تروح من التي هيلبر تاكتف تي هيلبر تانيين. يبقى الانترلوكينز دي ماده بتنشط وبتاكتيفيت وبتستيميوليت الاميون سيلز، فهي بتطلع من واحده للتانيه، كل واحده فيهم بتروح تاكتف اختها بان هي تبعت لها الانترلوكينز. يبقى في كيميكال سبستنس بتطلع من اميون سيلز رايحه لاميون سيلز ثانيه، في كيميكال سبستنس في الاميونيتي بتبقى طالعه من اميون سيلز رايحه لسوماتيك سيلز، في كيميكال اميون سبستنس ثانيه بتبقى طالعه من السيلز رايحه ل سيلز تانية، وهكذا زي ما هنشوف. يبقى مبدئيا لما بتكلم على الانترلوكينز هي كيميكال طالعه من اميون سيل رايحه لاميون سيل تانية تاكتفها. طيب عندك حاجه زي السيتوكاينز، السيتوكاينز ديت مثلا او السيتوكينز دي كيميكال سبستنس بتروح برضو من اميون سيل لانذر اميون سيل، شبيهه بالانترلوكينز. بتعمل ايه؟ بتروح من التي هيلبر للبي سيلز عشان تاكتفها، او بتروح من التي هيلبر للتي سايتوتوكسيك عشان تاكتفها. يبقى انا دلوقتي عندي الانترلوكينز بتروح من الماكروفيج الاول للتي هيلبر تاكتف للتي هيلبر، تروح من تي هيلبر الاكتيفيتد تاكتف البي او تاكتف تي هيلبر تانيين. السايتوكينز بتروح من التي هيلبر للبي سيلز او من التي هيلبر للتي سايتوتوكسيك عشان تاكتفهم. طيب نيجي مثلا على الليمفوكاينز، الليمفوكاينز برضو من الكيميكال سبستنس في الاميونيتي اللي بتروح من اميون سيل لانذر اميون سيل. مين اللي متخصص في الليمفوكاينز؟ التي سبريسور. تي سبريسور دي يعني عشان تخلص الخناقه، فهتروح التي سبريسور للبي سيلز تقول لها خلاص كفايه اهدي، تروح للتي هيلبر تقول لها كفايه، تروح للتي سايتوتوكسيك تقول لها كفايه. يبقى دي كلها اميون سيلز او كيميكال سبستنس بتلعب دور في الاميونيتي وبتروح من اميون سيل لاميون سيل تانية. طيب عندي مثلا حاجات تانية كيميكالز تانية بتروح من اميون سيل لسوماتيك سيل، زي مين مثلا؟ زي البيرفورين او زي الليمفاتيك توكسينز. البيرفورين والليمفاتيك توكسينز دول بيطلعوا من الناتشرال كيلر او بيطلعوا من التي سايتوتوكسيك يروحوا للانفكتد سوماتيك سيل. يعني مثلا البيرفورين بتروح عشان تبيرفوريت تخرم الممبرين بتاع الانفكتد سيل وتخليها خلاص ملهاش لازمه وتبوظها وتموتها. الليمفاتيك توكسين مثلا بيطلع بحيث ان هو يروح يشغل جين معين يعمل البروجرام ديث للسيل ديت بحيث ان هو يخلص الجسم منها. يبقى دي كده هوت كيميكالز راحت من اميون سيل لسوماتيك سيل. زي كمان الهستامين، الهستامين ده بيروح من الاميون سيلز اللي هو مين؟ اللي هو الماست سيل والبيزوفيل، بيروح لمين؟ بيروح للسيلز اللي موجوده في البلاد فيزلز بحيث ان هو يزود البرميابيليتي، يخلي البلاد فيزلز ديت البرميابيليتي بتاعتها للوايت بلاد سيلز والماكروفيج والقصص دي كلها، يزود البرميابيليتي علشان القصه بتاعت الانفلاميشن تحصل اللي هو السكند لاين اوف ديفense. فدي كده كيميكال سبستنس طالعه من اميون سيل رايحه لسوماتيك سيل. طيب عندي كمان ممكن تبقى عندي كيميكال سبستنس تروح مثلا خلاص تروح مثلا من infected somatic cell تروح لhealthy somatic cell. زي مين؟ زي الانترفيرون. هو مش لما يكون في سيل انفكتد بالفيروس السيل المصابه بتطلع انترفيرون يروح من الانفكتد سيل للنيبرنج هيلثي سيل بحيث ان هي الانترفيرون تخلي السيلز السليمه ديت تكون انزيم، الانزيم ده يمنع الريبليكيشن بتاع الفيروس. فدي كلها كيميكال سبستنس زي ما قلنا بتروح من اميون سيل لاميون سيل تانية، او بتروح من اميون سيل لسوماتيك سيل، او بتروح زي ما قلنا اخر حاجه نوت من سوماتيك سيل لسوماتيك سيل تانية. يبقى تاني يا دكتور انا دلوقتي الجزئيه دي مهمه جدا. انت عندك الاميونيتي في الهيومن فيها كيميكالز بتلعب معانا، الكيميكالز دي عندك الانترلوكينز، عندك السيتوكاينز، عندك الليمفوكاينز، عندك الليمفاتيك توكسينز، عندك كذا حاجه تبقى عارف هي بتروح من فين لفين وبتعمل ايه. الانترلوكينز دي دورها اكتيفيتور هي والسيتوكينز. الانترلوكينز بتاكتيفيت مين؟ بتروح من الماكروفيج للتي هيلبر تاكتفها، وبعدين من التي هيلبر تاكتف تي هيلبر تانيين، او التي هيلبر تاكتف بي سيلز، او التي هيلبر تاكتف تي سايتوتوكسيك. كل ده انترلوكينز رايح من اميون لاميون سيل. الحاجه الثانيه عندك السيتوكاينز دي بتروح من التي هيلبر بتروح للبي سيلز او بتروح للتي سايتوتوكسيك برضه عشان تاكتفهم. عندك الليمفوكاينز مين اللي بيفرزها؟ التي سبريسور.
التي سبريسور يبقى ده في الاخر خلاص بعد ما الاميون ريسبونس حصل وعايزين بقى نريجوليت ونهدي ونظبط الدنيا، فيبدا التي اس يفرز الليمفوكاينز، يوديها بقى للبي سيلز وللتي سايتوتوكسيك وللتي هيلبر ليهم كلهم عشان يبداوا ان هم يوقفوا اللي هم بيعملوه. فدي كده اهو كلها كيميكال سبستنس بتشتغل من اميون سيل لاميون سيل ثانيه. طيب اخدنا ايه اكزامبل على كيميكال سبستنس بتروح من اميون سيل ل سوماتيك سيل؟ اخدنا حاجتين، قلنا عندي مثلا البيرفورين والليمفاتيك توكسينز، دول بيروحوا من الناتشورال كيلر وبيروحوا من التي سايتوتوكسيك اللي هم اميون سيلز، بيروحوا للانفكتد سيلز خلاص، بحيث ان هم البيرفورين يخرمها والليمفاتيك توكسينز يخليها تعمل البروجرام ديث، يشغل الجين بتاع البروجرام ديث بحيث ان هو يبدا يخلصنا من الانفكتد سيل. يبقى ده كده هو كيميكال رايحه من اميون سيل رايحه لسوماتيك سيل. عندك كمان الهستامين، الهستامين لما الماست سيل والبيزوفيل يبداوا يفرزوا الهستامين اللي هتروح للسوماتيك سيلز اللي موجوده في الوول اوف بلاد فيزلز علشان يزود البرميابيليتي بتاعه البلاد فيزل. خلي بالك الهستامين احنا عارفين ان هو تبع السكند لاين اوف ديفنس، وممكن يحصل مثلا حتى لو في نمله او في ناموسه قرصتك فيبدا الماست سيل والبيزوفيل يفرزوا الهستامين، والهستامين ده بنقول عليه ان هو inflammation generating substance، يعني مادة بتعمل inflammation، مادة بتعمل التهاب. مكان القرصة أو مكان التعويرة بيبقى فيه redness، بيبقى فيه سخونية، بيبقى فيه swelling، بيبقى فيه هارش وبين، كل ديت اسمها inflammation وده اللي مسؤول عنها الهستامين. هنا مثلا عندك سؤال بيقول لك mosquito bites a person's skin. What's likely to happen at the site of the bite? mast cell secrete anti-inflammatory histamine. فانت شفت بقى ان الماست سيل بتطلع هستامين فتجري تقول هتروح في داهيه. ليه؟ لان الهستامين انا لسه قايله لك هو inflammation generation، يعني هو مولد للانفلاميشن، مولد للالتهاب، مش انتي انفلاميشن. دي غلطه فظيعه. طيب هيستامين سكريتد باي بلازما بي سيلز، البلازما بي سيلز بتعمل انتي بوديز، والانتي بوديز اصلا ملهاش دعوه بقصه الهستامين ولا بقصه الانفلاميشن خالص، فدي طبعا لا. complement produced by macrophage، اصلا الكومبلمنت ما بتطلعش من الماكروفاج اساسا، وده طبعا اساسا غلط. بيزوفيل سكريت انفلاميشن جنريتنج سبستانس، هي دي اللي انا هختارها. يبقى ايه الفرق بين ايه وبين دي؟ الاتنين فيهم حاجه فيها انفلاميشن، وانا عارفه انه الحاجه اللي فيها انفلاميشن اللي هي الهستامين، بس ايه انفلاميشن؟ inflammation generating هي اللي بتعمل الالتهاب، هي اللي بتعمل الانفلاميشن ريسبونس اللي هو الاعراض بتاعته اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه. مين اللي بيفرز الهستامين؟ البيزوفيل الماست. قلنا كمان ان ممكن كيميكال سبستنس تروح من انفكتد سوماتيك سيل ل other healthy somatic cell. دي قلنا عليها زي مين اتكلمنا عليها من شويه. قلت انا دلوقتي عندي لو في سيل مصابه بفيروس هيبقى عندها السيل المصابه هتفرز الانترفيرون، والانترفيرون هيبايند مع النيبرنج هيلثي سيل. تخلي بالك هو في السؤال بيقول لك الانترفيرون اللي هي طبعا بروتينز هي سكريتد من مين ولا هي بايند مع مين؟ هي سكريتد من السيل المصابه بالفيروس، ولكن بايند بتروح تمسك مع مين؟ تمسك مع السيل السليمه المجاوره ليها عشان تخليها تقاوم الريبليكيشن بتاع الفيروس. طيب تخلي بالك هنا برضو من نوت مهمه جدا، انه الانترفيرون بيبقى بروتين سابستنس بس متخصص ضد مين؟ ضد السيلز المصابه بالفيروس، فيروس بس، ولا ليه دعوه بالسيلز اللي فيها بكتيريا، ولا ليه دعوه لو في باراسايت، ولا لو في اي حاجه، هو تخصصه فيروس بس. يعني مثلا عندك هنا مثلا السؤال ده بيقول لك الانترفيرونز are proteins secreted by some cells. Which of the following cells can produce them؟ مين يعرف يعمل الانترفيرون؟ rectal cells infected with bilharzia. البلهارزيا دي ديدان، هل دي باراسايت بس هل هي فيروس؟ لا طبعا. liver cells infected with plasmodium، البلازموديوم اللي هو بتاع الملاريا هو ده كان فيروس؟ لا ده كان باراسايت عادي. لا. طيب lung cells infected with coronavirus، حلوه دي، سيلز فيها فيروس اهو.
طيب ستومك سيل انفكتد والسالمونيلا بكتيريا، لا، الانترفيرون ملهاش دعوه ولا باي باراسايت ولا باي بروتوزوا ولا باي بكتيريا، هي تخصص فيروسات. طيب نيجي للحاجه اللي بعد كده. هنا مجمعه لك اللاين اوف ديفنسز، كل لاين ايه الحاجه اللي بتشتغل فيه، الكيميكالز اللي بتشتغل فيه، وايه السيلز اللي بتشتغل فيه. طبعا احنا عندنا 3 لاين من الديفنسز، احنا عندنا نوعين من الديفنسز، عندنا حاجه اسمها innate immunity وعندنا حاجه اسمها acquired immunity. الانيت ديت اللي انت مولود بيها، ودي بتبقى نون سبيسيفيك وبتبقى سريعه وبتشمل الفيرست لاين والسكند لاين. الاكواير دي اللي انت اكتسبتها، ودي بتبقى الثيرد لاين، وهو في الهيوميرال اميونيتي وفي السيلولار اميونيتي. طبعا الفيرست لاين ده بيبقى الباريرز الطبيعيه اللي بتمنع الباثوجين ان هو يدخل، او بتمنعه ان هو ينتشر، زي السكن، زي الدموع، زي السلايفا، زي الجاستريك جوز بالاسيد اللي فيها، زي الميوكس، زي الاير واكس، الحاجات دي كلها الفيرست لاين. طبعا الفيرست لاين ده اللي هو الباريرز. طيب نيجي على السكند لاين. السكند لاين اللي هو الانفلاميشن اللي اتكلمنا عنه من شويه. طيب السكند لاين طالما هو innate، لان هو تبع الانيت السكند لاين، يبقى هو نون سبيسيفيك مش متخصص. يعني ناموسه قرصتك، نمله قرصتك، اتعورت بدبوس، اتعورت بحاجه، هو مش متخصص لحاجه معينه. اي حاجه innate بتبقى نون سبيسيفيك وبتبقى سريعه. طيب مين السيلز اللي داخله معانا هنا؟ والله عندك الماست سيل والبيزوفيل، ودول اللي بيفرزوا الهستامين، وعندك النيوتروفيل والمونوسايت والماكروفيج والناتشورال كيلر. طيب دول بيعملوا ايه؟ طبعا البيزوفيل والنيوتروفيل والمونوسايت والماكروفيج دول كلهم بيعملوا فاجوسايتوسيس، بيحاولوا ان هم يبلعوا الباثوجين اللي دخل. طبعا الناتشورال كيلر بتحاول ان هي تقتل الانفكتد سيلز. والمواد اللي بتبقى موجوده معايا في قصه الانفلاميشن، بيبقى عندي الهستامين اللي هو انفلاميشن جينيريتنج، وبيبقى عندي انترفيرون بحيث انه لو في فيروس دخل من مكان التعويره او دخل من المكان اللي فيه الاصابه يعني، فالانترفيرون بيحاول يمنع انتشار الفيروس. ده كده بالنسبه للفيرست لاين والسكند لاين. نيجي على الثيرد لاين اللي هو بنقول عليه الاكوايرد، فده بيبقى طبعا سلو وبيبقى سبيسيفيك ومتخصص، وبنقسمه لنوعين، هيوميرال وده اللي بيبقى فيه انتي بوديز، والسيلولر وده اللي بيبقى بقى فيه التي سيلز الكيلر والسبريسور والبي سيلز، كل السيلز بقى اللي هي الليمفاتيك سيلز يعني. طيب الهيوميرال مين السيلز اللي بتشارك فيه؟ الماكروفيج والبي سيلز والتي هيلبر. افتكر كده كان لما بيدخل باثوجين، الماكروفيج هي والبي سيلز كل واحد فيهم عنده ام اتش سي، بيروح يمسك الباثوجين ويكسر الانتيجين بتاعته ويخليها تعمل بايند مع الام اتش سي، ويروح عامل بريزنتنج، يعني مطلعهم كده، مطلعهم زي علامه بره. العلامه ديت اللي هي عباره عن الانتيجين والام اتش سي كومبلكس مع بعض. مين اللي هيجي يشوف العلامه ديت؟ التي هيلبر، فيجي يمسك معاها، يبايند معاها بالريسبتور بتاعه، فيحصل اكتيفيشن للتي هيلبر. تي هيلبر طبعا هتبدا تفرز الانترلوكينز، وتبدا ان هي تاكتيف البي سيلز اللي هي الليمفاتيك بي سيلز، علشان تبدا ان هي تتحول لبلازما بي سيلز، وتبدا تكون الانتي بوديز وتكون الميموري سيلز. وطبعا التي هيلبر برضو هتاكتيف تي هيلبر تانيين عشان برضو يساعدوها. طبعا هنا مين الماده اللي شغاله معايا في الهيوميرال؟ الانترلوكينز. طيب نيجي على السيلولر. التي هيلبر لما اتاكتيفت طلعت الانترلوكينز وطلعت كمان السيتوكين، والسيتوكين ده بيروح بقى ياكتيف التي سايتوتوكسيك والناتشرال كيلر وبقيه السيلز دي كلها، والسوري مش الناتشرال كيلر، يروح ياكتيف التي سايتوتوكسيك وياكتيف البي سيلز والقصص دي كلها. وهيطلع عندي كمان انا مين السيلولر بقى، مين السيلز اللي مشاركه معايا؟ عندك الماكروفيج بتحاول ان هي تبلع الباثوجين، عندك التي هيلبر عشان تاكتيف الدنيا دي كلها، عندك التي سايتوتوكسيك طبعا هتطلع البيرفورين وهتطلع الليمفاتيك توكسين، عندك نفس الكلام الناتشرال كيلر هتطلع البيرفورين، عندك البي سيلز برضو هتبدا ان هي تتاكتيف معانا،
عندك كمان التي سبريسور في الاخر بقى لما خلاص ننتصر على الباثوجين، فالتي سبريسور هتبدا تفرز الليمفوكاينز بحيث ان هي تسبريس بقى كل السيلز اللي شغاله دي. طيب خلينا بقى نقول شويه نوتس على الكلام ده. اولا بنقول انه الماكروفاج والتي هيلبر بيسكريتوا انترلوكينز. تمام، احنا قلنا الكلام دوت فوق اصلا، ان الماكروفاج بتسكريت انترلوكينز تاكتيف التي هيلبر، والتي هيلبر اللي اتاكتيفت بتفرز هي كمان انترلوكينز عشان تاكتيف تي هيلبر تانيين وتاكتيف البي سيلز. طيب هنا مثلا سؤال بيقول لك what are the immune cells that are activated by interleukins. فاحنا لسه اهو قايلينها تي هيلبر والبي سيلز، اهو البي سيلز والهيلبر تي سيلز الاثنين دول activated by الانترلوكينز. طيب هنا بقول لك كمان انه البي سيلز والماكروفاج والناتشورال كيلر والتي سايتوتوكسيك هيتاكتيفوا بالسيتوكينز. احنا قلنا لما يكون الخط اللي شغال بقى اللي هو السيلولار اميونيتي، فالتي هيلبر هتفرز سيتوكين يروح ياكتيف لي بقى الناتشورال كيلر والتي سايتوتوكسيك والماكروفاج والبي سيلز ياكتيف الدنيا دي كلها. هنا بقول لك معلومه مهمه جدا 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 جدا، الانترفيرونس. دلوقتي لما تيجي ترجع للجدول اللي احنا كنا فيه هتلاقي الانترفيرونز موجود في السكند لاين، فطالما موجود في السكند لاين يبقى هو كده ايه؟ يبقى هو نون سبيسيفيك. اهو عندي اهو لما نطلع للجدول هتقول لي يا دكتور بس الانترفيرون موجود كمان في الثيرد لاين في السيلولار اميونيتي. هقول لك بس مش هو موجود في السكند لاين، موجود في اللي هي الانيت. يبقى هو طالما موجود فيها يبقى خلاص هو كده يعتبر ان هو من الحاجات اللي هي نون سبيسيفيك. الحاجه الثانيه برضو اللي عايزه انبه عليها ومهمه جدا، ان انت لو خدت بالك هتلاقي الناتشورال كيلر موجوده في الانفلاميشن وموجوده في الثيرد لاين، يعني بتشتغل معايا في الخطين دول، بتشتغل في الناتشورال كيلر وبتشتغل قصدي في الانفلاميشن اللي هي السكند لاين، وبتشتغل في الثيرد لاين. فهو بيقول لك ايه هنا بقى؟ بص معايا، بيقول لك الناتشورال كيلر والتي سايتوتوكسيك هما الاثنين بيقتلوا الكانسر سيلز وبيقتلوا السيلز اللي انفكتد باي الفيروس، ماشي، وكلهم هما الاثنين سواء الان كي او التي سي بيفرزوا البرفورين، ماشي. بيقول لك بس مين اسرع؟ الناتشورال كيلر. اشمعنى؟ عشان انا لسه قايله لك من شويه الناتشورال كيلر موجود في الثيرد لاين بس موجود كمان فين؟ في السكند لاين. طالما موجود في السكند لاين، والسكند لاين قلنا ان هو بيبقى سريع، يبقى الناتشورال كيلر بطبيعتها سريعه. يبقى تاني الناتشورال كيلر والتي سايتوتوكسيك الاثنين في بينهم حاجه سيميلاريتي. ايه السيميلاريتي اللي بينهم؟ ان هما الاثنين بيفرزوا بيرفورين، وهما الاثنين بيهاجموا الانفكتد سيلز بالفيروس، وهما الاثنين بيهاجموا الكانسر سيلز. طيب مين فيهم يا ترى هيبقى اسرع؟ يعني لو في سيل مثلا فيها كانسر فالاثنين هيروحوا يهاجموها، الناتشورال كيلر والتي سايتوتوكسيك، مين اسرع؟ ناتشورال كيلر. اشمعنى؟ لان الناتشورال كيلر موجوده كمان في السكند لاين، فطالما موجوده في السكند لاين يبقى هي بطبيعتها سريعه. التي سايتوتوكسيك مش موجوده غير في الثيرد لاين، والثيرد لاين بطبيعتها بتبقى سلو، يبقى الناتشورال كيلر هتبقى اسرع من التي سايتوتوكسيك. تمام؟ طبعا التي سايتوتوكسيك هتفرز البرفورين وهتفرز الليمفاتيك توكسين. بقول لك هنا كمان الانترفيرون والناتشورال كيلر والماكروفاج belong للسكند لاين and they also share in the third line of defenses. الثلاثه دول الانترفيرون والناتشورال كيلر والماكروفاج هتلاقيهم مشتركين ما بين السكند لاين بتاع الانفلاميشن وما بين الثيرد لاين. طب هصنفهم تبع مين؟ طالما موجودين في السكند لاين هصنفهم ان هم innate immunity. خلي بالك طالما تبع الانيت يبقى هم نون سبيسيفيك. احنا قلنا الانيت بتبقى سريعه وبتبقى نون سبيسيفيك. طالما انتوا موجودين في السكند وفي الثيرد هصنفكم ان انتوا تبع السكند. خلاص انتوا عندكم الميزه بتاعت السكند ان هم سريعه وان هي نون سبيسيفيك. خلاص يبقى دي الناتشورال كيلر والانترفيرون والماكروفاج. طيب لو عملنا ليفر ترانسبلانتيشن سيرجري، عملنا عمليه بتاعه زراعه كبد او اي اورجان تاني، الفيلر بتاعها فشل العمليه ممكن يحصل بسبب ايه؟ بسبب الناتشورال كيلر والتي سايتوتوكسيك. اشمعنى؟ لان هم بيروحوا يهاجموا الترانسبلانتد اورجان. فانا بعد ما لقيت متبرع وبعد ما عملت العمليه ممكن التي سايتوتوكسيك
والناتشرال كيلر يروحوا يهاجموا الترانسبلانتد اورجان ويبوظوا الشغل كله. طبعا التي سبريسور زي ما قلنا بتفرز الليمفوكاينز عشان تسبريس وتريجوليت الاميون ريسبونس. طيب هنا لو جايه اتكلم على الفانكشنز بتاعه الماكروفيج. الماكروفيج بتعمل ايه؟ اولا هي بتبلع الباثوجين عشان تخلص الجسم منه. ثانيا هي بتبلع الباثوجين زي ما قلت لك من شويه، وبتبدا تكسر الانتيجين بتاع الباثوجين، وجواها عندها بروتين اللي هو الام اتش سي تخلي الانتيجين يتحد مع الام اتش سي وتعمل بريزنتنج، تروح عاملاه كده هو كانها بترفع علامه عليها علشان يشوفها التي هيلبر ويجي يمسك معاها ويتاكتف. والتي هيلبر لما يتاكتف هيأكتف لي بقيه الهيوميرال والسيلولار اميونيتي. يبقى ده دور مهم للماكروفيج، هي مش مجرد بلاعه بتبلع الباثوجين بس، هي كمان بتخلي الباثوجين ده الانتيجين بتاعه يتحد مع الام اتش سي ويكون علامه تعمل بايندنج مع التي هيلبر وتاكتفها عشان التي هيلبر تعرف تفرز الانترلوكينز والسيتوكينز وتبدا تشغل لي السيلولار والهيوميرال اميونيتي. بعد كده عايزه افهمك حاجه مهمه جدا او افكرك بحاجه مهمه جدا. الليمفويد اورجانز عندنا ليهم نوعين. عندي نوع بقول عليه برايمري ليمفويد اورجان ونوع بقول عليه سكندري ليمفويد اورجان. سكندري ليمفويد اورجان معناها انه شغله ستورج بس، بيخزن بس، بيخزن ليمفوسايتس وخلاص. انما البرايمري بيعملوا، لو هو زي البون مارو فهو بيعمل برودكشن وبيعمل ماتيوريشن. لو زي الثايمس جلاند فهي بتعمل ماتيوريشن وديفرنشيشن. طبعا البون مارو بتعمل برودكشن وماتيوريشن للبي سيلز وللناتشرال كيلر. التي سيلز اسمها تي سيلز ليه؟ طبعا هي produced في البون مارو ولكن ماتيوريت وديفرنشيت، يعني التي سيلز هتاخد بقى انواعها اللي هم التي هيلبر والتي سايتوتوكسيك والتي سبريسور. الديفرنشيشن بتاعها بيبقى في الثايمس جلاند عشان كده اتسمت التي سيلز. السكندري ليمفويد اورجنز دول مجرد مخازن بتخزن الليمفوسايتس. زي مين بقى؟ زي الليمفاتيك نودز اللي منتشره في جسمك كله، زي السبلين، زي التونسلز، البايرز باتشز والابندكس اللي هي الزايده. كل دول مخازن للليمفوسايتس، فكل دول بعتبرهم ان هم سكندري ليمفويد اورجان، كل وظيفتهم هي الاستورج. يبقى البون مارو بيعمل برودكشن وماتيوريشن، الثايمس جلاند بتعمل ماتيوريشن وديفرنشيشن، فدول بقول عليهم برايمري ليمفويد اورجان. انما اي حاجه تانية لو بتعمل مجرد ستورج بس يبقى هقول عليها طبعا ان هي secondary lymphoid organ. طيب تعالوا نشوف السؤال ده. Which of the following lymphoid organs is anatomically present in the digestive system؟ طيب انا عايزه lymphoid organ يبقى تشريحيا تابع للdigestive system. tonsils only ولا بايرز باتشز اونلي؟ طبعا البايرز باتشز بتبقى موجوده في اللايننج بتاع السمول انتستين، ولا بايرز باتشز والابندكس، ولا الابندكس والسبلين والباير باتش. طب خلينا متفقين على حاجه، السبلين مش تبع الدايجستيف سيستم، خلاص هو تبع الليمفاتيك سيستم. تونسلز اونلي لا، بايرز باتشز اونلي لا، لكن بايرز باتشز وابندكس ديت اللي صح. دول اتنين موجودين تشريحيا تبع الدايجستيف سيستم. البايرز باتشز موجوده في اللايننج بتاع السمول انتستين، والابندكس موجوده هي كمان، الزايده موجوده هي كمان في تبع الانتستين. خلاص يبقى هي ديت اللي احنا هنختارها. الوايت بلاد سيلز اللي عندنا، خلي بالنا من الصور، صور الوايت بلاد سيلز من الحاجات اللي بتتكرر في الامتحانات. الوايت بلاد سيلز هقسمها لنوعين على حسب السيتوبلازم بتاعها، جرانيولر ولا نون جرانيولر. طبعا اللي جرانيولر هم مين؟ الجرانيولر دول اولا انا هقسمهم تقسيمه ثانيه، فاجوسايت ونون فاجوسايت. جرانيولر يعني فيها السيتوبلازم فيها جرانيولز وفي نفس الوقت بتعمل فاجوسايتوسيس، يبقى هم ثلاثه، السينوفيل والبيزوفيل والنيوتروفيل. خلاص. لو نون فاجوسايت يبقى الماست سيل. خلاص. طيب بالنسبه للنون جرانيولر اللي ما فيهاش جرانيولز هقسمها المونوسايت، وطبعا المونوسايت ديت بتقدر ان هي تتحول لماكروفيج لما بنكون محتاجين لها. وعندنا الليمفاتيك سيلز اللي بتبقى نون فاجوسايتس اللي هم البي سيلز والتي سيلز والناتشرال كيلر. تاني الوايت بلاد سيلز، يعني هو بص على الصوره مع الكلام، الوايت بلاد سيلز اهي جرانيولر ونون جرانيولر. الجرانيولر طبعا دي البيزوفيل اللي بتبقى النيوكليوس بتاعتها واخده شكل حرف البي،
نيوتروفيل بتبقى عندها 3 فصوص كده، دي النيوتروفيل. سينوفيل بتبقى شبه الهيدفون كده. الثلاثه دول بقول عليهم اصلا ان هم فاجوسايتس، يبقى هم جرانيولار وفاجوسايت في نفس الوقت. تمام. الماست سيل بتبقى جواها جرانيولز، ولكن بتبقى نون فاجوسايتس، يعني هي ما بتعملش فاجوسايتوسيس، هي بتفرز الهستامين. النون جرانيولار عندك اهو، دول نون جرانيولار. الليمفوسايت اللي بتتميز اللي عندها نيوكليوس كده مدوره كبيره، دي الليمفوسايتس بانواعها. التي سيلز بانواعها، والبي سيلز والناتشورال كيلر. والمونوسايت اللي بيبقى عندها النيوكليوس بتاعتها شبه القلب كده شويه وواحده بس، دي برضو نون جرانيولار، بس دي بتتحول لماكروفيج لما بنحتاج لها. طيب هنا which of the following is not granulocyte، ما فيهاش granules. البيزوفيل فيها granular، الماكروفيج ولا السينوفيل ولا الماسل؟ طب ما احنا لسه قايلين هنا، لو شفت احنا قايلين الماسل مالها granular، والسينوفيل والبيزوفيل والنيوتروفيل مالهم granular، يبقى مين اللي مش granular فيهم؟ الماكروفيج. خلاص احنا قلنا المونوسايت اصلا بتتحول لماكروفيج، والمونوسايت اصلا نون جرانيولر. يبقى تاني مين في دول نوت، تخلي بالك من كلمه نوت كده وانت بتشتغل، نوت جرانيولوسايت، البيزوفيل والسينوفيل والماسل، هم الثلاثه عندهم جرانيولز. طبعا الاجابه بتاعتك الماكروفيج. نيجي بعد كده، هنا هو بتكلم معاك عن الريسبتورز اللي على الليمفاتيك بي سيلز. خلي بالك من النقطه دي، بيبقى ليها نفس الاستراكشر بتاع الانتي بوديز which are produced by plasma B cell. طبعا انت عارف ان الليمفاتيك بي سيلز لما بتتاكتف بالتي هيلبر هتبدا ان هي تتحول لاكتيفيتد بلازما بي سيلز، والاكتيفيتد بلازما بي سيلز ديت هي اللي بتفرز انتي بودي. فايه ترتيب الاحداث؟ ترتيب الاحداث اول حاجه ان الليمفاتيك بي سيلز عندها الريسبتور، فالليمفاتيك بي سيلز بالريسبتورز بتاعتها بتبدا انها ريكوجنايز الباثوجين، تتعرف على الباثوجين، وتبدا ان هي لما تتعرف عليه تبدا كمان طبعا هتاخد الباثوجين وتكسر الانتيجين بتاعه ويتحد مع الام اتش سي وتبدا تعمل له بريزنتنج بره زيها زي الماكروفيج. مين اللي هيشوف البريزنتنج كومبلكس دوت؟ التي هيلبر، هيجي يبايند معاهم بالريسبتور بتاعه وهيبدا يفرز الانترلوكينز، هيأكتيفيت الليمفوسايت بي ليمفوسايت، هيحولها لبلازما بي سيل، تبدا البلازما بي سيلز تكون الانتي بوديز من نفس نوع الانتيجين اللي هي اتعرفت عليه. يبقى الليمفاتيك بي سيلز اتعرفت بالريسبتور بتاعها على باثوجين، فطبيعي ان هي لما بعد كده هتتاكتف وتعمل انتي بودي، هتعمل انتي بودي لنفس الباثوجين. خلاص يبقى نفس الشكل. فهنا هو بيقول لك ايه؟ The type of lymphocyte that produce antibodies. خلي بالك هنا من السؤال ده، انت عارف انه البي سيلز في كلمتين فيهم بي سيلز، في ليمفاتيك بي سيلز وفي بلازما بي سيلز. الليمفاتيك بي سيلز لسه ما اتاكتيفيتش، اللي اتاكتيفيتد البلازما بي سيلز هي اللي بتفرز الانتي بودي، فانا هختار مين؟ البلازما بي سيلز. خلاص لو كانت البلازما بي سيلز مش موجوده في الاختيارات كنت هختار البي، لكن طبعا الاجابه الادق والصح واللي موجوده عندي هي البلازما بي سيلز. يبقى انا الليمفاتيك بي سيلز بتتاكتف تتحول لبلازما بي سيل، بلازما بي سيل هي اللي هتكون الانتي بوديز. هنا بقول لك ايه؟ بقول لك both macrophage and lymphatic B cells، الاثنين دول بينجلف الانتيجين ويتحد جواهم مع الام اتش سي، وهما الاثنين بيعرضوا الكومبلكس ده بره علشان يخلوا التي هيلبر تيجي تشوفه وتتاكتف. تمام؟ التي هيلبر طبعا لما بتتاكتف بتبدا ان هي تاكتيفيت بقيه السيلز، تشغل لي الهيوميرال وتشغل لي السيلولر. طيب عايزاك برضو تبقى عارف ان الماكروفيج والليمفاتيك بي سيلز الممبرين، لا هنا ثواني بقول لك هنا اهوت البلازما بي سيلز هتطلع انتي بوديز وهتطلع ميموري سيلز. خلاص البي سيلز هتريكوجنايز الباثوجين، فبالتالي لما تتاكتف وتعمل انتي بوديز، الجمله اللي احنا لسه قايلينها من شويه، هتبقى بتعمل انتي بوديز لنفس نوع الباثوجين ده. طيب ايه السيميلاريتي ما بين الماكروفيج وما بين الليمفاتيك بي سيلز؟ هما الاثنين بيبلعوا الباثوجين، هما الاثنين بيكسروا الانتيجين بتاع الباثوجين،
هما الاثنين جواهم MHC هيبايند مع الباثوجين ويعملوا له بريزنتنج لبره. طيب ايه الفرق اللي ما بين الماكروفاج وما بين الليمفاتيك بي سيلز؟ ان الليمفاتيك بي سيلز ليها ريسبتورز، فطالما ليها ريسبتورز تبقى هي سبيسيفيك، انما الماكروفاج ما عندهاش ريسبتورز فهي نون سبيسيفيك، ودي مهمه جدا جدا جدا. يبقى لو قال لك السيميلاريتي ما بينهم، هما الماكروفاج والبي سيلز هما الاثنين عندهم MHC، هما الاثنين بيبلعوا الباثوجين، هما الاثنين بيكونوا انتيجين MHC، هما الاثنين بيعملوا بريزنتنج وبيعرضوها كعلامه بره كده عشان التي هيلبر تشوفهم. الفرق ما بينهم ان البي عندها ريسبتورز، طالما عندها ريسبتورز يبقى هي سبيسيفيك. الماكروفاج ما عندهاش ريسبتورز يبقى هي نون سبيسيفيك. بعد كده بقول لك هنا خلي بالك نوت مهمه، انه البي سيل والتي هيلبر هما الاثنين هايلي سبيسيفيك، هما الاثنين على درجه عاليه من ان هما سبيسيفيك، لان هما الاثنين عندهم ريسبتورز. ال TH bind with the same antigen which bind to B cells، هو هيتحد مع نفس الانتيجين اللي اتحد مع البي cells. So each of T helper and B cells have the same degree of specificity. يعني ايه؟ T helper عندها ريسبتور والبي cells عندها ريسبتور. البي cells الاول هتمسك في الباثوجين وتبلعه يعني هي تمسك في الباثوجين وتتعرف عليه. البي سيلز هتمسك الباثوجين وتتعرف عليه بالريسبتور وتبلعه وتكسر الانتيجين بتاعه وتروح عرضاه بره كده هو مع الام اتش سي. فالتي هيلبر هيجي يمسك مع الكومبلكس ده بتاع الام اتش سي والانتيجين، فهو يمسك في نفس الانتيجين بتاع نفس الباثوجين، فهم الاثنين زي بعض بيمسكوا في نفس الانتيجين، فهم الاثنين ليهم نفس الديجري ان هم سبيسيفيك زي بعض. طيب الحاجه اللي بعد كده، كل واحد فيهم سواء البي سيل او التي هيلبر عنده 1 ريسبتور ل1 انتيجين، يعني هم متخصصين جدا وكل واحد فيهم متخصص في انتيجين معين، كل واحد فيهم هايلي سبيسيفيك. لما نيجي نتكلم على الانتي بودي او بنقول عليه الاميونوجلوبولين، طبعا اي انتي بودي ده الشكل بتاعه بيبقى عنده لونج تشين اهو دول الاثنين لونج تشين، وعنده 2 شورت تشين اهو. طبعا لونج تشين وشورت تشين الفرق بينهم في كميه الامينو اسيدز اللي داخله فيهم. اللونج تشين ديت عندها امينو اسيدز كتيره فهي لونج تشين. طبعا انا ايه انواع البونز اللي عندي؟ اولا انا عندي ما بين الامينو اسيد والثانيه بيبتايد بوند، وجوه كل امينو اسيد اصلا في الاستراكشر بتاعها عندي كوفالنت بوند، وعندي طبعا هيدروجين بوند اللي بيخلي الانتي بودي على بعضه ياخد الشكل بتاعه، وعندي دايسلفايد بوند ودي مهمه جدا ومميزه جدا للانتي بوديز. طيب انا عندي كمان بيبقى فيه مكان في الهيفي تشين، يعني ادي الهيفي تشين بيبقى فيها مكان، المكان ده بيبقى للكومبلمنت بايندنج، الكومبلمنت بتشبك فيه عشان تشتغل، يبقى الكومبلمنت بتشبك في المكان بتاعها على الهيفي تشين. طبعا انا عندي كام دايسلفايد بوند؟ عندي 4، عندي واحد بين اللونج والشورت دي، وواحد بين اللونج والشورت دي، وعندي 2 بين الاثنين اللونج دول. عندي كمان حاجه اسمها كونستنت ريجن، اللي هي الاجزاء اللي جوه دي اسمها كونستنت ريجن لان هي شكلها ثابت عند كل الانتي بوديز. وعندي حاجه اسمها فاريبل ريجن. الفاريبل ريجن دي اللي هي دي جزء منها من اللونج تشين وجزء منها من الشورت تشين. يبقى لو قال لك مين اللي بيعمل الفاريبل سايت، هل اللونج تشين ولا الشورت تشين؟ الاثنين مع بعض. طب ليه اسمه فاريبل سايت؟ لان شكله متغير، وهو ده اللي بيخلي الانتي بودي يشبك مع مين، هو ده اللي بيحدد انا هشبك مع انهي انتيجين. طبعا ما تنساش ان انا عندي انواع من الانتيجين، ولكن عندي نوع مميز اللي هو الاي جي ام، مميز لان هو الوحيد فيهم اللي عنده 10 بايندينج سايت، عنده 10 انتيجين بايندينج سايت، فبيشتغل بميكانيزم مشهوره اللي هي الاجلوتينيشن، يعني ان هو يمسك باثوجينز كتيره مع بعض كانه بيعمل لهم كمين، يجمعهم كلهم مع بعض بحيث ان هي تيجي الماكروفيج كانها مكنسه كهرباء تروح شفطهم كلهم كده مع بعض. هنا بقول لك خليك فاكر انه الريسبونس باي انفلاميشن اللي هو كان السكند لاين اوف ديفense اللي هو الانفلاميشن اللي بيحصل بالهستامين، بيبقى فيه معاه سيمبتومز زي الريدنس، الاحمرار، زي الانكريز في التمبريتشر والسويلنج والبين واتكلمنا عنها من شويه. السكندري immune response occur without appearance of symptoms. ليه؟ عشان عندي memory cells. دايما البرايمري
immune response بتاخد وقت وبتبقى بطيئه على بال ما الجسم يشغل بقى السكند لاين ويشغل الثيرد لاين والهيوميرال والسيلولر ويشوف هيمشي ازاي وهيشتغل ازاي. وطبعا وهو بيكون الانتي بوديز بيكون معاها ميموري سيلز بتفضل موجوده في الجسم، فلما يدخل نفس الباثوجين تاني هيحصل سكندري اميون ريسبونس بتبقى سريعه لدرجه ان انت اصلا مش هيظهر عليك اعراض ولا هتحس باي حاجه خالص. عايزه افكرك بحاجه برضو، كان عندك حاجه اسمها اكتيف وكان عندك حاجه اسمها باسيف. اكتيف ديت لو انت اتصبت فانت جسمك كون الانتي بوديز بنفسك، او انا اديت لك فاكسين، اديت لك تطعيم عباره عن فيروس ضعيف او فيروس ميت، فانت جسمك انت بنفسك كون انتي بوديز، فده بيبقى اكتيف لان انت اللي مكونه وبيقعد في الجسم فتره طويله لان انت اللي كونته بنفسك فمكون معاه ميموري سيلز. الباسيف اللي انا بدي لك مثلا سيرم، بدي لك زي ساعه الكورونا كنا بناخد سيرم ندي لك انتي بوديز جاهزه، او زي الام في عمليه اللاكتيشن في عمليه الرضاعه بينزل انتي بوديز للبيبي، فدي برضو بتبقى ليها شورت لايف تايم، يعني ليها وقت قليل لان انتي بوديز على الجاهز، حاجه الجسم ما تعبش فيها وما كون لهاش ميموري سيلز، دي هي انتي بوديز على الجاهز خلاص، فبتبقى بنسميها الباسيف. نيجي دي كانت اهم الافكار اللي جت في الاميونيتي في النماذج الاسترشاديه. ندخل بقى على الجزء بتاع الموليكيولر تكنولوجي اللي يشمل الدي ان اي ويشمل الار ان اي. اولا كده خلينا نشوف اهم الافكار اللي كانت جايه فيه. بيقول لك الجيناتيك ماتيريال بتاعه البروكاريوت سيميلر للجيناتيك ماتيريال اللي في البلاستيد وفي الميتوكوندريا، والكلام ده احنا قلناه في الفيديو بتاع البارت الاولاني. قلت لك انا مثلا دلوقتي السيلز بتاعتي في جسمي كلها فيها نوعين من الدي ان اي، فيها نوع اللي هو انا كائن يوكاريوت عندي نيوكليوس، فالدي ان اي اللي موجود في النيوكليوس بيبقى كومبلكس وذ بروتين وبيبقى كوندنسد على شكل كروموسومز عن طريق طبعا الهيستون والنون هيستون بروتينز، فده نوع من الدي ان اي موجود في النيوكليوس. لكن انا عندي في السيل بتاعتي في ميتوكوندريا، واحنا متفقين ان الميتوكوندريا والبلاستيد الدي ان اي بتاعهم بيبقى شبه الدي ان اي اللي موجود عند البروكاريوت. يعني ايه؟ يعني بيبقى دي ان اي نوت كومبلكس وذ بروتين، ما معهوش بروتين وما بيبقاش كوندنسد على شكل كروموسوم، وبيبقى شكله سيركولر كده عشان الانز بتاعته بتبقى جويند مع بعضها. تمام؟ طيب الorganisms which their genetic material is RNA can't repair the damage of its genetic material، رغم ان هم عندهم لايجيز انزيم، يعني حاجه مثلا زي الانفلونزا فيروس او زي البوليو فيروس دول عندهم RNA، فطبعا لما بيكون عندي دي ان ايه، الدي ان ايه بيبقى 2 ستراندز، فده بيديني ستابيليتي. ليه بيديني ستابيليتي؟ لان لو في نيتروجينس بيز او في نيوكليوتايد هنا اتكسرت بيبقى سهل على اللايجيز انزيم يعرف مين اللي قدامها ويصلحها. لكن لو انا ار ان اي فانا ببقى سنجل ستراند، فبيبقى صعب قوي الاصلاح فيه، ما بعرفش اعمل ريبير للدامج. طيب عشان كده نسبه الميوتيشن بتبقى عاليه في الاورجانيزمز اللي عندها ار ان اي. نوع الدي ان اي او الار ان اي، طبعا انا نيوكليك اسيد نوعين دي ان اي وار ان اي، بيتحدد في الاستراكشر بتاعهم، غير طبعا موضوع الدبل ستراند والسنجل ستراند، على حسب كمان نوع الشجر اللي موجود. الدي ان اي بيبقى عنده دي اوكسي رايبوز شجر اللي هو C5 H10O4، دي اوكسي يعني عنده وحده اكسجين ناقصه، انما الار ان اي بيبقى C5 H10O5 خلاص O5، ده كده اللي هو في الار ان اي، فده اول فرق ما بينهم في نوع السكر نفسه. تاني فرق في النيتروجينس بيزز اللي عندنا، طبعا انا لازم يكون عندي بيورين وعندي بيرميدين. طبعا انا عندي البيورين بتبقى 2 رينجز مع بعض، طبعا الرينجز دي بيبقى فيها كربون فبنقول عليها كربون رينجز. البيورين هما الاج الاي والجي. البيرميدين طبعا البيورين بتبقى رينج واحده، انما البيورين بتبقى 2 رينجز، انما البيرميدين بتبقى رينج واحده، ودي بتبقى الثيامين او بدلها اليوراسيل، وكمان معانا السيتوزين. الادينين والجوانين والسيتوزين موجودين سواء عند الدي ان اي او سواء عند الار ان اي،
لكن الاختلاف المميز عندنا بيكون الثيامين موجوده في الدي ان اي ومش موجوده في الار ان اي، اليوراسيل موجوده في الار ان اي ومش موجوده في الدي ان اي. جايب لك هنا مثلا سؤال بيقول لك جايب لك الصوره دي قدامك اهي، وبيقول لك من الدروينج اللي قدامك دوت، دي صوره نيوكليوتايد، بيقول لك which letter indicate the structure that determine the type of nucleic acid. طيب ايه ده؟ دي الفوسفات جروب وده الشوجر، واضح طبعا ان الشوجر هنا فيه او ناقصه مش موجوده، فده كده دي اوكسي رايبوز، فدي هنا هون نيتروجينوس بيز. طبعا نيتروجينوس بيز واضح ان هي 2 رينجز فهي بيورين. طيب هل ده هيساعدني ان انا احدد ده دي ان ايه ولا ار ان ايه؟ لا. ليه؟ لان البيورين ممكن تبقى ادينين وممكن تبقى جوانين، والادينين والجوانين موجودين في الدي ان ايه وموجودين في الار ان ايه، فالفوسفات موجوده في الدي ان ايه وموجوده في الار ان ايه، فمش هتساعدني احدد. البيورين اللي هي يا اما ادينين يا اما جوانين برضو موجوده في الاثنين. عرفت ازاي ان هي بيورين؟ اهي 2 رينجز فموجوده في الاثنين، فمش هتساعدني احدد انت دي ان ايه ولا ار ان ايه. الشوجر اللي هو واخد سيمبل بي، الفوسفات هو مديها سيمبل سي، النيتروجينوس بيز مديها سيمبل اي، والشوجر مديها سيمبل بي. فمين اللي هيساعدني احدد نوع ده؟ مين؟ بي اونلي اللي هي نوع الشوجر بس. طبعا لو كان بدل 2 رينجز، لو الاي ديت بدل 2 رينجز كانت رينج واحده يعني كانت بيريميدين، فكانت هتساعدني برضو ان انا اعرف، يعني ساعتها كنت هختار A and B، لان ساعتها البيريميدين لو هي ثيامين هيبقى دي ان اي، ولو هو يوراسيل هيبقى ار ان اي. بعد كده بيقول لك هنا الدي ان اي of both prokaryote and eukaryote similar in that each of them carry genetic information and consist of 2 strands coiled to form double helix. بيقول لك حتى الدي ان اي بتاع البروكاريوت بيبقى شكله كده دبل هيليكس بالشكل دوت و2 strands، لكن الدي ان اي بتاع اليوكاريوتس ما بيبقاش الاندز بتوعه ما بيبقوش جويند مع بعض. بيقول لك هنا each rung in DNA molecule. يعني ايه rung؟ انا طبعا عندي الدي ان اي molecule بيبقى دبل ستراند كده، كل رنج يعني كل درجه. الرنج دي عباره عن ايه؟ عباره عن نيتروجينوس بيز، ودايما النيتروجينوس بيز لازم هتكون بيورين وقصادها بيريميدين. لازم البيورين دايما بتبقى 2 رينجز والبيريميدين رينج واحده، فدايما اي رنج اي سلمه بتبقى عباره عن 3 من الرينجز. طبعا انا قلت الرينجز ديت فيها الكربون فبنسميها كربون رينج. خلاص؟ طيب يبقى كل رنج بتتكون من 3 كربون رينجز. It's not correct to say that each rung consists of 2 nucleotides. ما ينفعش اقول لك ان كل رنج، يعني لو جاب لك في الاختيارات ان الرنج بتتكون من 2 نيوكليوتايدز ولا من 2 نيتروجينوس بيزز، لا 2 نيتروجينوس بيزز. طب ليه مش 2 نيوكليوتايد؟ النيوكليوتايد دي يعني فيها شوجر وفيها فوسفات، الشوجر والفوسفات بيبقوا موجودين في الشوجر فوسفات باك بون، موجودين في الباك بون نفسه، في الشريط نفسه، مش موجودين في الرنج. يعني ده شريط وده شريط. الرنج فانا عندي الاثنين الستراندز دول عباره عن الشوجر والفوسفات باك بون، لكن الرنجز نفسها بتبقى اللي موجوده في النص ما بينهم دي اللي هي بتبقى النيتروجينوس بيزز. ففي فرق بين كلمه نيتروجينوس بيزز وبين كلمه نيوكليوتايد. طيب تعال نشوف هنا السؤال ده، بيقول لك how many purine bases are present in one turn of DNA molecule. طيب الترن من الدي ان ايه molecule اللي هي بتبقى شبه الفيونكايه كده، استنى عشان الفيونكايه بتاعتي باظت. ادي هنا اهو لما باجي ارسم ترن، الترن دي اللي بتبقى شبه الفيونكا بالشكل ده، بيبقى فيها كام؟ بيبقى فيها 20 نيوكليوتايد. ال 20 نيوكليوتايد كل بيورين قصادها بيريميدين، يعني هما طالما فيها في الترن، هي طالما 1 ترن يبقوا 20 نيوكليوتايد، يعني هيبقوا 10 بيورين و10 بيريميدين. هو بيقول لك كام بيورين بيزز؟ 10. طب ليه يا دكتور قايل لي 3 تايمين بيزز؟ بيضحك عليك، بيخليك تلف حوالين نفسك ولا ليها اي لازمه خالص. طيب هنا بقول لك بقى نوت كمان، بقول لك في النيوكليوتايد النيتروجينوس بيز طبعا بتبقى دايما مع الكوفالنت بوند، بتعمل كوفالنت بوند مع الكربون رقم 1. طبعا انت عارف شكل النيوكليوتايد بيبقى عندي الشوجر اهو،
ادي هنا بتبقى فيه اكسجين، هنا C1 C2 C3 C4 C5. السي 1 بيبقى ماسك معاها بكوفيلنت بوند هنا النيتروجينوس بيز اللي هي سواء بقى البيورين او البيريميدين، والسي 5 برضو بكوفيلنت بوند بتبقى ماسكه مع الفوسفات. سي رقم 3 بيبقى فيها او اتش، بس انا مش دايما هلاقي الاو اتش موجوده. الاو اتش دي لو هي في النص بتتشال في عمليه تكوين البوند. ما هو انا عشان اكون بوند ما بين النيوكليوتايد والنيوكليوتايد الثانيه الاو اتش دي بتتشال، فالاو اتش دي انا مش هلاقيها موجوده غير لو في حاله اللاست نيوكليوتايد، في حاله اخر نيوكليوتايد. طيب هنا بقول لك برضو الكروموسوم، خلي بالك ودي شرحناها واحنا بنشرح الريبرودكشن. الكروموسوم ممكن يكون مونوكروماتيد وممكن يكون دايكروماتيد. كل كروماتيده وحده دي ان ايه. طبعا الدي ان ايه دبل هيليكس، فلو انا عندي مونوكروماتيد فبيبقى عندي موليكيول واحد من الدي ان ايه. دايكروماتيد بيبقى عندي 2 موليكيولز من الدي ان ايه. انا امتى ببقى مونوكروماتيد؟ انا ببقى مونوكروماتيد طول الوقت. ببقى دايكروماتيد وقت السيل ديفيجن تحديدا في البروفيز والميتافيز، بس هو ده الوقت اللي انا ببقى فيه دايكروماتيد. لكن في الانافيز وفي التيلوفيز ببقى مونوكروماتيد وعندي موليكيول واحد من الدي ان ايه. الحاجه الثانيه اللي مهمه قوي انك تعرفها ان لازم يحصل كوندنسيشن للدي ان ايه يتحول لشكل كروموسوم، عشان الدي ان ايه انا لو فردت الدي ان ايه اللي في السوماتيك سيل هيبقى 2 متر. خلي بالك لو قال لك انا فردت الدي ان ايه اللي في السبيرم او في الاوفا هيبقى متر واحد، لان ال2 متر دول في السوماتيك سيل لما بفرد الدي ان ايه اللي في السوماتيك سيل فيها 46 كروموسوم، فلما هفرد الدي ان ايه اللي فيهم هيطلع معايا 2 متر، انما السبيرم او الاوفا هتبقى متر واحد. المهم انه سواء المتر او ال2 متر ده ازاي هيبقى فت للنيوكليوس، لازم يحصل له عمليه كوندنسيشن. فعمليه الكوندنسيشن الدي ان ايه الاول مع الهيستون بروتين هيديني حاجه اسمها نيوكليوسوم. ادي الدي ان ايه دي كده النيوكليوسوم. النيوكليوسوم دي هيبدا يحصل لها كوندنسيشن هتدينا لوبس من النيوكليوسوم. اللوبس من النيوكليوسوم ديت هتبدا بقى تعمل كويل مع النون هيستون بروتين. يبقى انا عندي الاول الدي ان ايه مع الهيستون بروتين ادانا نيوكليوسوم. النيوكليوسوم ادت لنا لوبز من النيوكليوسوم، وبعد كده اللوبز من النيوكليوسوم مع النون هيستون هتدينا الكروماتين، والكروماتين برضو مع نون هيستون هيبدا ان هو يديني كوندنسد كروماتين، ويبدا في الاخر يديني الكروموسوم اللي سواء بيتكون من واحده او 2 كروماتين. لما تيجي نشوف هنا الصوره اهي، والصوره دي جت في امتحانات في الاسترشادي لازم تبقى فاهم الشكل ده كده. الدي ان ايه الاول مع هيستون بروتين بقى عندي كده اهو، مع الهيستون بروتين بقى عندي ده اسمه نيوكليوسوم، ده كده بقى اسمه لوبز من النيوكليوسوم، ده كده الكروماتين، ده كده كوندنسد كروماتين، وده كده الكروموسوم. خلي بالك من الاشكال. طيب هنا بيقول لك which of the following doesn't contain DNA. بالله عليك تاخد بالك من كلمه doesn't. النيوكليولس لا فيها على فكره دي ان ايه، فيها طبعا. هقول لك على حاجه، انا عندي دي السيل وعندي دي النيوكليوس وجواها دي النيوكليوس، وجوه النيوكليوس هنا كده عندي النيوكليولس. النيوكليوس بيبقى فيها الايه الدي ان ايه، وفي حته من الدي ان ايه داخله جوه النيوكليولس. بص بقى الحته اللي داخله جوه النيوكليولس دي الحته اللي فيها الجينز بتاعه الريبوسومال ار ان ايه. عشان كده بنقول انه الريبوسومال ار ان ايه بيحصل له ترانسكريبشن جوه النيوكليولس، انما الحته اللي بره في النيوكليوس دي اللي بيحصل منها الماسنجر ار ان ايه والترانسفير ار ان ايه بيحصل منهم الترانسكريبشن للجينز بتاعتها. يبقى تاني دي ان ايه اصلا اهو اللي انا رسماه ده بالازرق ده الدي ان ايه موجود في النيوكليوس، وايه حته منه داخله جوه النيوكليولس. اللي موجود جوه النيوكليوس العاديه اللي بره دي هنا ده اللي عليه الجينز اللي بعمل منها ترانسكريبشن للترانسفير ار ان ايه والماسنجر ار ان ايه. الحته اللي داخله جوه النيوكليولس هي اللي فيها الجينز بتاعه الريبوسومال ار ان ايه. فالنيوكليولس فيها دي ان ايه، فيها دي ان ايه، فمش هختارها عشان هو عايز حاجه ما فيهاش دي ان ايه. البلازميد فيه دي ان ايه، كان ايه البلازميد؟ البلازميد ده كان سيركولر
دي ان ايه، بيبقى عندي واحده او اكتر، بتبقى موجوده في البكتيريا، وموجوده في بعض انواع البكتيريا، وموجوده في بعض اليوكاريوتس زي اليست. ولما بيحصل ريبليكيشن للدي ان ايه العادي بيحصل معاها ريبليكيشن للبلازميد، والبلازميد بتبقى دي ان ايه بس نوت كوندنسد مع نوت كومبلكس مع البروتين، فالبلازميد فيها دي ان ايه. كروماتين طبعا فيها دي ان ايه، لكن الهيستون هيبقى فيه دي ان ايه ليه؟ الهيستون ده بروتين يعني امينو اسيدز، ماله هو ومال الدي ان ايه؟ ما فيهوش هو في تركيبه دي ان ايه. يبقى هو هنا هو بيقول لي مين اللي ما فيهوش دي ان ايه؟ الهيستون. بعد كده بقول لك هنا نوت خلي بالك منها، بقول لك انه الهيستون ده كل الهيستونز، طبعا عندي نوعين من البروتين في الكروموسوم، عندي هيستون وعندي نون هيستون. الهيستون بيبقوا ستراكشرال، انما النون هيستون نوعين، فيها ستراكشرال وفيها ريجولاتوري. الاستراكشرال اللي بيديني الشكل بتاع الكروموسوم واللي بيعمل لي عمليه الكوندنسيشن، ريجولاتوري اللي بيحدد لي الكود ده هيحصل من ليه ترانسكريبشن ولا نون كودنج، مش هيحصل له ترانسكريبشن. طيب نشوف السؤال بيقول Which of the following applies to chromosomal protein؟ بيسأل عن الكروموسومال بروتين. All of them are histone protein؟ لا، الكروموسوم فيه هيستون وفيه نون هيستون. البروتين structural هيستون ونون هيستون بروتين، ولا all of them are non هيستون؟ لا، هو مش كلهم نون هيستون. طيب هيستون ونون هيستون، ولا structural هيستون ونون هيستون بروتين؟ ها، لا، هو structural هيستون ونون هيستون. هو structural هيستون ماشي، بس النون هيستون مش structural بس، هي structural وريجيلاتوري. يبقى هنختار ايه؟ هيستون اند نون هيستون بروتين. يبقى الكروموسومال بروتين فيها هيستون وفيها نون هيستون. نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لك it's known that if the DNA in one of the cells of the human body is unwounded, it will reach length of approximately 2 meters. How is this DNA found inside the nucleus despite of its length؟ ازاي؟ عشان طبعا عشان هو condensed. ازاي بقى؟ condensed into structure called chromatid، ولا wrap around amino acid to fit the size of nucleus، ولا wrap around the nucleolus tightly to fit side of nucleus، ولا wrap around the centromere؟ اولا هو مش wrap around الامينو اسيد، هو wrap around بروتين اسمه الهيستون. في فرق بين كلمه امينو اسيد اللي هو واحد بس يعني building unit، وبين كلمه بروتين. هو قال لك الهيستون امينو اسيد، في امينو اسيد وبعدين بيبقى بولي بيبتايد وبعدين بيبقى بروتين. لا، الهيستون ده بروتين، فما تقوليش ان هو راب اراوند الامينو اسيد، ولا قلنا ان هو رابد اراوند النيوكليولس، ولا قلنا ان هو رابد اراوند السنترومير، لكن هو كوندنسد انتو ستراكشر كولد كروماتيد. دي صح. كوندنسد ازاي؟ عن طريق الخطوات اللي احنا قلناها، الاول حوالين الهيستون يبقى نيوكليوسوم، وبعدين لوب اوف نيوكليوسوم، والكلام اللي احنا قلناه من شويه فوق. طيب بعد كده هنا يعني ايه كلمه جينوم؟ كلمة جينوم من الحاجات اللي بتتكرر كتير، هي الكونتنت بتاعت each somatic cell of DNA. يعني كل سيل في جسمك فيها DNA، كل somatic سيل في جسمك فيها DNA، وكل 6 سيل في جسمك فيها DNA. لما اقول جينوم انا ولا قصدي بيه الدي ان ايه اللي جوه ال6 سيلز، ولا قصدي بيه الدي ان ايه اللي هو توتال مجموع الدي ان ايه بتاع كل السيلز بتاعت جسمك. لا، انا قصدي كل سيل سوماتيك سيل في جسمك الدي ان ايه اللي جواها ده اسمه الجينوم بتاعها. يبقى الجينوم معناه كميه الدي ان ايه اللي جوه السوماتيك سيل الواحده، كل سوماتيك سيل جواها دي ان ايه ده اسمه جينوم. طيب في البكتيريال سيل its genome include DNA which is found in cytoplasm في البروكاريوت، وعندها كمان بلازميد. يبقى لما نيجي نتكلم على بكتيريال سيل واتكلم على جينوم، هل الجينوم قصدي بيه الدي ان ايه العادي ولا كمان البلازميد؟ لا، الدي ان ايه ومعاه البلازميد، الدي ان ايه ومعاه البلازميد، ما هو البلازميد دي ان ايه برضه. يبقى تاني خلي بالك هنا هو دول تركيتين مهمين. لما بتكلم على الجينوم بتاعك يبقى انا قصدي كميه الدي ان ايه اللي موجوده جوه ايتش سوماتيك سيل، كل سوماتيك سيل لوحدها ده كده جينوم. لو جاب لك في الاختيارات قال لك الجينوم هو الدي ان ايه كونتنت اللي جوه كل السوماتيك سيلز، ولا اللي جوه كل ال6 سيلز، ولا اللي جوه ايتش سوماتيك سيل؟ لا، اللي جوه ايتش سوماتيك سيل. لو قال لك الجينوم بتاع البكتيريا هل هو البلازميد بس
ولا هو الدي ان ايه اللي موجود في السيتوبلازم اللي هو العادي دوت، ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. طبعا البكتيريا هي بروكاريوت ما عندهاش نيوكليوس، دي ان ايه بتاعها كده في السيتوبلازم، ولكن لما اجي احسب كجينوم هحسب الدي ان ايه العادي اللي في السيتوبلازم وهحسب كمان البلازميد. طيب لما نيجي نتكلم عن الجين في حاجه تاخد بالك منها، هو الجين ايه؟ الجين جزء من الدي ان ايه. طب والدي ان ايه ده ايه؟ دبل ستراند. يبقى الجين دبل ستراند ولا سنجل ستراند؟ طبعا دبل ستراند. دي حاجه ناس كتيره بتغلط فيها حبيب قلبي. الدي ان ايه تاني، الدي ان ايه دبل ستراند، حته منه اسمها الجين، فالجين هو الدبل ستراند على بعض. خلاص. هتقولي يا دكتور بس لما بنيجي نعمل ترانسكريبشن عشان ناخد الجين دوت ونطلع البروتين بتاعه، احنا بيبقى فيه واحد بس تمبلت دي ان ايه، وهو ده اللي هيطلع منه الماسنجر ار ان ايه اللي هيعمل له ترانسكريبشن وهيحصل له بعد كده ترانسليشن والكلام ده كله. ماشي، اهلا وسهلا. بس برضو لما اجي اقول جين انا بتعامل مع التو ستراندز، يبقى الجين هو بارت من الدي ان ايه مولكيول، يعني بيتكون من تو ستراندز. خلي بالك ان ودي مهمه جدا جدا جدا، كل جين preceded by promoter. اي جين بيبقى فيه قبله علامه كده او حاجه اسمها بروموتر. البروموتر دي اللي بتوجه الماسنجر ار ان اي بوليميريز لمكان الجين. يعني انا عندي دلوقتي ادي الجين اهو، ماشي، الحته دي كده جين اهي، الحته دي كده جين، وفي عندي تمبلت دي ان ايه، والمفروض يجي الار ان ايه اللي هو الماسنجر ار ان ايه بوليميريز يجي هنا ويبدا يعمل لي ترانسكريبشن ويطلع لي الماسنجر ار ان ايه. طب هو هيعرف ازاي الماسنجر ار ان ايه بوليميريز انه يجي يشتغل هنا تحديدا؟ عن طريق البروموتر. كل جين قبله بروموتر. يعني لو قال لك انا عندي دي ان ايه مثلا عنده 1000 جين هيبقى عنده 1000 بروموتر، عنده 2000 جين هيبقى عنده 2000 بروموتر، ودي مهمة جدا. طيب هنا نوت مهمة جدا تاخد بالك منها. الاي يو جي لما بيكون موجود في بداية الماسنجر ار ان ايه بيبقى اسمه ستارت كودون. طيب هل ده معناه ان ما ينفعش يبقى عندي اي يو جي تانية في النص؟ لا، ينفع عادي. يعني في نص الماسنجر ار ان ايه يبقى عندي اي يو جي، بس مش هيبقى اسمهم ستارت كودون، هتبقى نيوكليوتايد عاديه هتترجم لايه؟ ما انا عارفه ان هو لما بيحصل ترانسليشن للاي يو جي بيديني ميثيونين، فعادي ان انا يبقى عندي ميثيونين في الاخر. طبعا الاي يو جي اللي في الاول لما بتبقى ميثيونين مش لازم تفضل، ممكن تفضل وممكن تتشال. يبقى هو لازم بما انه الستارت كودون اي يو جي لازم اول امينو اسيد تبقى ميثيونين، بس هل لازم تفضل؟ لا. يعني انا مضطر اجيب ميثيونين عشان الاي يو جي، لكن انا ممكن اقصها، يعني مش محتاجه لها. فده متاح وده متاح. الحاجه الثانيه، مش معنى ان الاي يو جي ستارت كودون انك تتخيل انه مش موجود في بقيه الماسنجر ار ان اي. في الاول وفي الاخر ده كودون نيوكليوتايد، يعني وارد جدا ان هو يبقى موجود في بقيه الماسنجر ار ان اي هيحصل له ترانسليشن عادي خالص، بس مش هيبقى اسمه ستارت كودون. طيب هنا مثلا عندك سؤال بيقول how many nitrogenous bases make up the messenger RNA strand that is used to build a polypeptide chain consisting of 500 amino acid. أنا عارف إنه كل أمينو أسيد بيبقى له كودون، خلاص؟ فطالما أنا عندي 500 أمينو أسيد هيبقى عندي 500 كودون. هو مش بيسألني على عدد الكودون، هو بيسألني على عدد النيتروجينوس بيزز، يعني عدد النيوكليوتايد. الكودون 3 نيوكليوتايد، يبقى 500 في 3 1500. تروح تختار دي تروح في داهية على طول. ليه؟ ما تنساش يا حبيب قلبي ان في حاجة اسمها ستوب كودون. الستوب كودون ده ما بيحصلهوش ترانسليشن، فبالتالي بعده معايا ككودون بس ما بيتحولش لامينو اسيد. يبقى انا دلوقتي عندي 500 باي 3 يبقى عندي 1500 نيوكليوتايد زائد الثلاثة نيوكليوتايدز اللي هم الستوب كودون، يبقى 1503.
شوف اللي بعد كده، في عندنا حاجه اسمها ريليزنج فاكتور. ايه الريليزنج فاكتور ده؟ هو مش سيكونس من النيوكليوتايد، امال هو ايه؟ قال لك هو بروتين which act when the ribosomal subunit reach the stop codon. لما الريبوسومال سب يونت توصل للستوب كودون عند انهي سايت؟ ما هو الريبوسوم بيبقى عنده سايت اسمه A سايت وسايت عنده B سايت. قال لك لا، لما توصل عند السايت A. ليه؟ عشان السايت B عنده اخر امينو اسيد مش فاضي، اخر امينو اسيد موجوده في سايت B. خلاص، فانا بالتالي السايت A هي اللي فاضيه. فلما الريبوسومال سب يونت يوصل للستوب كودون عند السايت A هيحصل ستوب للترانسليشن بروسيس. يبقى انا اول ما بوصل للستوب كودون لو سالك بوصل لها بمين؟ بالاي سايت ولا بالبي سايت؟ بالاي سايت، عشان البي سايت مش فاضيه فيها اخر امينو اسيد. طيب لما هوصل للستوب كودون ايه اللي هيحصل سيباريشن للاثنين ريبوسومال سب يونت، هينفصلوا عن بعض، كل واحد فيهم هيروح في حاله لغايه ما يتقابلوا في ماسنجر ار ان اي. قد يتقابلوا هم مع بعض، اللارج مع السمول ده، ممكن اللارج يشبك مع اي سمول تانية او السمول تشبك مع اي لارج تانية. خلاص، وبتنتهي عمليه الايه؟ بتنتهي عمليه الترانسليشن عنده. والريليزنج فاكتور بيبقى في الاخر، يعني بيبقى عند الخمسه اند، لان انا عندي عند الثلاثه اند في البايندنج سايت بتاعت الريبوسوم وبعدها الستارت كودون. طيب هنا بقول لك برضو حاجه مهمه. هنا الريبوسوم ترانسليت الماسنجر ار ان اي كودون انتو polypeptide chains which include 70 type enter in the structure of new ribosome. تاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك الريبوسوم بيترانسليت الماسنجر ار ان ايه، الكودونز اللي على الماسنجر ار ان ايه الريبوسوم بيحولها لايه؟ بيحولها البوليبيبتايد تشين. البوليبيبتايد تشين ديت فيها 70 نوع بيدخلوا في تكوين الريبوسومز الجديده. هي مش الريبوسوم بتتكون من 4 انواع من الريبوسوم الار ان ايه و70 نوع من البوليبيبتايد، يبقى الريبوسوم بيعمل بوليبيبتايد، والبوليبيبتايد هتدخل في تركيب الريبوسوم. يبقى هي ايه؟ يعني كده عاملين ايه؟ يلف بينا يا دنيا، عاملين يلفوا هما الاثنين لبعض. بيقول لك لو عندي ابسنس للكودون اي يو جي هيحصل ايه؟ مش هيحصل انيشيشن للترانسليشن بروسيس، هو اسمه ستارت كودون، يعني هو اللي هيبدا لي اللعبه. لو مش موجود لاي سبب مش هيحصل ترانسليشن. طيب تخلي لي بالك من حاجه مهمه جدا، اي امينو اسيد لازم يكون بيحتوي على، ده شكل الامينو اسيد البيزك العادي خالص، اي امينو اسيد لازم يكون بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على كاربوكسيليك جروب اللي هي دي COOH، وبيحتوي على امينو جروب NH2، بيحتوي على حاجه اسمها الكايل جروب او اسمها الار او اسمها التيرمينال جروب، وبيحتوي على H. اي امينو اسيد لازم يبقى فيه الحاجات دي. هو جايب لك مثلا الاشكال دي وبيقول لك مين في دول امينو اسيد، هم دول كلهم امينو اسيد. لما تيجي تبص مثلا على الشكل الثاني ده اهو، ادي الكربوكسيليك جروب، ادي الامينو جروب، ادي الاتش، وادي الار. نفس الكلام هنا، ادي الكربوكسيليك، ادي الامينو، ادي الاتش، ادي الار، كلهم امينو اسيدز. خلاص؟ طيب بعد كده بيقول لك هنا سؤال، the protein synthesis reaction is considered a reaction. هو البروتين سينثيز، عمليه صناعه البروتين، عباره عن ايه؟ عباره عن اني انا عندي امينو اسيدز بتشبك مع بعض، والامينو اسيدز عشان تشبك مع بعض انت اخدتها قبل كده، ان انا عندي ادي نوت السي او او اتش وادي الان اتش 2، وهنا عندي نفس الكلام، عندي هنا اهو السي او او اتش وعندي هنا الان اتش 2. بيحصل عمليه ان انا بشيل ميه، اللي انا هشيل الاتش مع الاو اتش عشان اعمل مكانها البيبتايد بوند. فدي عمليه الريموفال اوف ووتر، بقول عليها كوندنسيشن او بقول عليها ديهايدريشن، يعني بشيل ميه عشان افضي مكان اعمل فيه البوند. طبعا هنا بفكرك ان البروتينز بيبقى لها نوعين، يا اما ستراكشرال بروتين لو داخله في تركيب الماسلز، تركيب الكيراتين، تركيب الكونكتيف تيشو زي الهيستون بروتين، كل دي اسمها ستراكشرال. ريجولاتوري اللي هي مين؟ اللي هي الانزيمز. ريجولاتوري اللي هي الهرمونز، مش اي هرمونز، لان الهرمونز فيها ستيرويدز وفيها بروتينيك هرمون، فانا هنا بتكلم على
بروتينز، يبقى انا قصدي الهرمونز اللي هي مصنوعه من البروتين، وعندي الانتي بوديز. خلاص، فدول بقول عليهم طبعا ان هم ريجولاتوري بروتينز. طيب زي الانزيمز بقى كلها اللي انت خدتها، اللي هي الانزيمز بتاعت الدي ان اي ريبليكيشن، زي الهيليكيز، زي البرايميز، زي الدي ان اي بوليميريز، كل دول بقول عليهم ريجولاتوري بروتينز لان هم انزيمز. طيب هنا مثلا سؤال بيقول لك all of the following proteins are regulatory proteins except، بيقول لك كل دول regulatory protein except، يعني انا عايزه حاجه ما تكونش regulatory، يعني انا عايزه حاجه تكون structure. طيب immune protein that fight pathogen، يبقى هنا قصده antibody. طب ما هو الانتي بودي احنا اتفقنا ان هو ريجولاتوري، فانا مش هختاره عشان هو عايزني اختار حاجه اكسبت، عايزني اختار حاجه مش ريجولاتوري، فكده دي مش هينفع اختارها. transverse links protein in muscle fibers، transverse links ديت البروتين موجوده في المسل فايبرز، ديت عباره عن structural. طيب protein that activated digestion of starch into glucose، هي البروتين اللي بتخلي الدايجيشن بتاع الستارش للجلوكوز يحصل. قصده ايه؟ قصده انزيم يا حبيبي، وانزيم يعني ريجولاتوري بروتين، فمش هختاره. بروتين ذات ديبوزيت كالسيوم ان بون، مين البروتين اللي ديبوزيت الكالسيوم ان بونز؟ اللي بتدخل الكالسيوم على البونز، الكالسيتونين. يعني الكالسيتونين ده عباره عن هرمون، فده مش هينفع اختاره لان هو كده ريجولاتوري، يبقى انا هختار مين؟ الترانسفيرس لينكس في الماسل فايبرز. طيب هنا بقول لك خلي بالك من حاجه، الكودون بتبقى يونيفرسال. يعني ايه يونيفرسال؟ يعني موجوده في كل المخلوقات زي بعض، موجوده في البكتيريا زي اللي موجوده في الحمار، زي اللي موجوده في البني ادم، موجوده في كله زي بعض. يعني اي يو جي ده كودون موجود عندك، موجود عند البكتيريا، موجود عند اي كائن، طالما اي يو جي يبقى ده بيدي ميثيونين، فبقول عليه ان هو يونيفرسال كودون. نخلي بالنا برضو عندي هنا البروموتر. ايه هو البروموتر؟ هو سيكونس من النيوكليوتايد على الدي ان ايه. هل بيحصل له ترانسكريبشن للماسنجر ار ان ايه؟ بيحصل له ترانسكريبشن على الماسنجر ار ان ايه. طيب البروموتر ايه وظيفته؟ بيدايركت البوليميريز انزيم للدي ان ايه ستراند عشان يعمل لها ترانسكريبشن انتو ماسنجر ار ان ايه. البروموتر من الحاجات المهمه اللي تركز عليها. طيب البروموتر والستوب كودون transcribed and not translated. خلي بالك بقى، هو انا المفروض الدي ان ايه اللي عليه اسمه كود، الكود ده المفروض يحصل له ترانسكريبشن فيديني الماسنجر ار ان ايه كودون، وبعدين المفروض الماسنجر ار ان ايه كودون ده يحصل لها ترانسليشن فتديني امينو اسيد. في حاجات بيحصل لها ترانسكريبشن بس ما بيحصلهاش ترانسليشن. يعني مثلا الستوب كودون، هو الستوب كودون ده هو اللي هو عباره عن يو اي اي، يو اي جي، يو جي اي، هو دول موجودين على الماسنجر ار ان ايه. كانوا فين؟ كانوا على الدي ان ايه، يعني حصل لهم ترانسكريبشن. حصل لهم ترانسكريبشن. طب هل هيحصل لهم ترانسليشن؟ لا. انا اول ما الريبوسوم بتوصل عند الستوب كودون عمليه الترانسليشن بتتوقف، ما بيحصلش ترانسليشن. طيب البروموتر موجود على الدي ان ايه واتعمل له ترانسكريبشن على الماسنجر ار ان ايه، لكن هل هيتحول لامينو اسيد؟ لا. طيب الستارت كودون والنيوكليوتايد سيكونس الثانيه دول ترانسكرايبد وترانسليتد. يعني الماسنجر ار ان اي عليه اي يو جي، الاي يو جي ده هيعمل له ترانسليشن هيتحول لميثيونين. اي سيكونس تاني من النيوكليوتايد على طول الماسنجر ار ان اي هيحصل له ترانسليشن ويديني امينو اسيد. البولي ادينين تيل، انا عايزاك بقى تركز هنا على حاجه مهمه قوي. البولي ادينين تيل يا دكتور اساسا الماسنجر ار ان ايه بعد ما بيخلص عمليه الترانسكريبشن بيضاف له البولي ادينين تيل. يعني ده بيضاف بعد ما تنتهي عمليه الترانسكريبشن، فهو ولا بيحصل له ترانسكريبشن، هو ما كانش ليه اصلا نيوكليوتايدز على الدي ان ايه، ولا بيحصل له ترانسليشن، وهو تقريبا 200 ادينين وبيضافوا عشان يحموا الماسنجر ار ان ايه من الانزيمز اللي موجوده. فالبولي ادينين تيل ده قلنا ان هو ادد للماسنجر ار ان ايه بعد عمليه الترانسكريبشن، يعني هو not transcribed or translated. هنا بقول لك نوت الماسنجر ار ان ايه بايند الريبوسومال سب يونت توجذر. انت عندك بيبقى الماسنجر ار ان ايه وبيجي عليها اللارج ريبوسومال سب يونت من فوق والسمول سب يونت من تحت،
يبقى كده الماسنجر ار ان اي اقدر اقول ان هو رابط الريبوسومال سب يونت مع بعض. هنا بتكلم معاك عن الفيرال ار ان اي. الفيرال ار ان اي not transcribed but translated into protein. ازاي؟ بيقول لك الفيرال ار ان اي carries code of production of reverse transcriptase enzyme. اي فيروس من النوع اللي هو ار ان اي زي الانفلونزا او زي البوليو بيبقى هو الار ان اي دوت بتاعه فيه الكود اللي بتخليه يعرف يعمل ريفرس ترانسكريبتيز انزيم. ليه؟ عشان يعمل هوست سيل او يجبر الهوست سيل انها تكون الريفرس ترانسكريبتيز انزيم من الكودز ديت علشان يحول الار ان اي بتاعه لدي ان اي ويعرف يعمل ريبليكيشن. تاني، الفيروس اللي الجيناتيك ماتيريال بتاعته ار ان اي، الار ان اي بتاع الفيروس ده بيبقى عليه كودز. الكودز ديت هي الكودز بتاعه تصنيع الريفرس ترانسكريبتيز انزيم، بحيث انه لما يدخل في الهوست سيل اللي هو راح يصيبها، فالهوست سيل هتاخد الكود بتاع الريفرس ترانسكريبتيز انزيم وتعمل ريفرس ترانسكريبتيز انزيم، فتبدا تعمل ريبليكيشن للفيروس ده. الفيرال دي ان ايه not transcribed لان هو اصلا الفيروس ار ان ايه، فما كانش عنده دي ان ايه عشان يحصل له ترانسكريبشن. طب ترانسليتد؟ طبعا ترانسليتد. الفيرال دي ان ايه، الفيرال قصدي ار ان ايه ترانسليتد عادي خالص. يعني انا مثلا لما بقول لك هنا ان هو هيديني انزيم، ما هو ده ترانسليشن، ما هو الانزيم بروتين. في 3 حاجات عايزاك تفرق ما بينها: هايبردايز دي ان ايه، وريكومبيننت دي ان ايه، ودي ان ايه كلوننج. يعني 3 مصطلحات كده تاخد بالك منها. هايبردايزد دي ان ايه ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي 2 دي ان ايه ستراندز بس يكونوا from different sources. دي ان ايه ستراند مثلا من بني ادم، ودي ان ايه ستراند مثلا من غوريلا. خلاص؟ وعلى قد ما هم كومبلمنتري مع بعض على قد ما هم هيعملوا بيرنج مع بعض. طبعا كل ما كانوا كومبلمنتري اكتر هيبقى البيرنج بتاعهم اعلى، وده معناه اني انا لما اجي اعمل لهم هيتنج وارفع التمبريتشر هحتاج اسخن لدرجه حراره عاليه عشان ينفصلوا عن بعض، لان بينهم انيلنج قوي لان هم كومبلمنتري مع بعض. يعني ايه ريكومبيننت دي ان ايه؟ يعني انا جبت جين حطيته في البلازميد اللي مطلعاه من البكتيريا. جبت جين الانسولين مثلا من البني ادم ورحت حطيته في البلازميد بتاع البكتيريا عشان اعمل منه نسخ. الهايبردايزيشن كان معتمد على التسخين، يعني انا بجيب دي ان ايه البني ادم مثلا وبجيب دي ان ايه الغوريلا وبسخن، فالشرايط بتاعت الدي ان ايه تنفصل من بعض وتبدا يا اما جزء دي ان ايه بتاع بني ادم هيلحم مع بعضه، وجزء دي ان ايه غوريلا هيلزق مع بعضه، وجزء هيبقى ستراند من الدي ان ايه وستراند مع الدي ان ايه بتاع الانسان مع الدي ان ايه بتاع الغوريلا يلحموا مع بعض. ده اسمه هايبردايزيشن. وده معتمد قلنا على ايه؟ عشان اعمل هايبردايز دي ان ايه محتاجه تمبريتشر، لكن علشان اعمل ريكومبيننت دي ان ايه محتاجه انزيمز. مين الانزيمز؟ محتاجه ريستريكشن انزيم، ونفس الريستريكشن انزيم اللي استخدمه في عشان اخد الجين هو نفسه اللي استخدمه عشان اقص البلازميد، وبعد ما اقصهم هلزقهم مع بعض باللايجيز انزيم. يبقى انا هنا مش محتاجه تمبريتشر، انا هنا محتاجه انزيم. طيب يعني ايه دي ان ايه كلوننج؟ يعني بستنسخ الدي ان ايه. قلت لك تخلي بالك في فرق بين كلمه كلوننج وكلمه دي ان ايه كلوننج. كلمه كلوننج اللي احنا خدناها في البارت 1 في الفيديو، لما قلت ان انا بجيب unfertilized اوفا وبالراديشن بشيل النيوكليوس منها واحط لها نيوكليوس بتاعه امبريو او بتاعه اي سوماتيك سيل، فده اسمه كلوننج. والسيلز اللي هتطلع هتبقى من نفس نوع النيوكليوس بتاعت السيل اللي انا جايباها، زي السوماتيك سيل اللي انا جايباها ده اسمه كلوننج. لكن دي ان ايه كلوننج معناها ان انا بطلع نسخ جديده من الدي ان ايه، وده يا اما بستخدم البلازميد يا اما بستخدم البي سي ار، وطبعا البي سي ار بيطلع لي نسخ كتيره جدا في وقت صغير. بقول لك كمان البلازميد هو تعريفه ايه؟ هو circular double strand من الدي ان ايه joined ends one or more found in some bacteria. خلي بالك مش كل انواع البكتيريا عندها بلازميد، طبعا البكتيريا بروكاريوت، ولكن البلازميد بيوجد في بعض انواع اليوكاريوت اللي هي اليست. لما بيحصل ريبليكيشن للدي ان ايه العادي بتاع السيل بيحصل معاها ريبليكيشن للبلازميدز.
طيب بعد كده بقول لك التكنيك which is used to detect gene of eye color او detect presence of اي جين. كان ايه الميكانيزم اللي بيشتغل؟ لو في حد مثلا عايزه اشوف لو عنده الجين بتاع الكانسر، فبعمل ايه؟ بحط له مثلا الجين بتاع الكانسر احنا عارفينه هو ايه، فاحنا بنحط له الكومبلمنتري بتاعه بيكون راديو اكتيف، بحيث ان لو جين الكانسر موجود يبدا يعمل معاه هايبردايزيشن. كل ما عمل هايبردايزيشن اسرع وبسرعه وكتير بكميات كبيره يبقى الجين دوت موجود، ما عملش يبقى الجين ده مش موجود. يبقى انا عايزه ادور على جين معين، هستخدم التكنيك بتاع الدي ان اي هايبردايزيشن، هستخدم تمبلت يكون راديو اكتيف. الهايبردايزيشن بروسيس بتعتمد على التمبريتشر، ملهاش دعوه بالانزيمز. طيب هنا from applications، هنا في غلطه بس كده مطبعيه، مش hybridized DNA، recombinant DNA. ايه الابلكيشنز على الريكومبيننت دي ان اي؟ ريكومبيننت دي ان اي اللي انا باخد جين واحطه مثلا في البلازميد بتاع البكتيريا. طبعا اهم استخدام او اشهر استخدام موضوع تصنيع الانسولين، وموديفاينج البكتيريال جينوم to produce antigens of pathogens to produce safer vaccines. بستخدمه في صناعة vaccines، وبستخدمه عشان اظبط البلانت جينوم عشان اعمل كروبس تكون resistant للديسيزز. يبقى انا الريكومبيننت دي ان ايه من اشهر استخداماته ان انا بجيب الجين اللي انا عايزاه، جين انسولين بقى، جين بتاع فاكسين، جين بتاع سلاله من البلانت تكون ريزيستنت للديسيزز، وازرعها في البلازميد واخليها تعمل يعني نسخ كتيره منها، فبقى انا كده زودت الانتاج من الحاجه اللي انا عايزاها. هنا برضو في حاجه اللي هو البكتيريوفيج، دايما بيجيب اسئله على البكتيريوفيج. طبعا البكتيريوفيج بيبقى شكله عباره عن بروتين كوت، كل الاجزاء اللي بره دي هي بروتين كوت، وطبعا البروتين بيبقى عنده سلفر، ومن جوه بيبقى عنده الدي ان اي بتاعه اللي هو بيبقى دبل ستراند، والدي ان اي بتاعه ده بيبقى عنده فوسفورس. طبعا لما بيجي البكتيريوفيج ينفكت بكتيريال سيل، بينجكت فيها مين؟ بيدخل بس الدي ان اي بتاعه، ما بيدخلش البروتين، وهتبدا يطلع فاجز جديده من نفس النوع بتاع البكتيريوفيج. طبعا خلاص هو بيستخدم ايه من البكتيريا؟ هو مديها الدي ان ايه بتاعه، يعني مديها الكود والجيناتيك انفورميشن بتاعته، لكن هو استخدم منها الامينو اسيد بتاعتها والرايبوسومز بتاعتها والانزيمز والترانسفير ار ان ايه بتاعت البكتيريا. يبقى تاني تاخد بالك انه البكتيريوفيج لما نزل على البكتيريا هو اداها الدي ان ايه بتاعها بتاع البكتيريوفيج، يعني اداها الدي ان ايه بتاعه هو، واستغل الرايبوسومز بتاعتها والانزيمز بتاعتها والامينو اسيدز بتاعتها، استغل كل حاجه فيها لصالحه هو عشان يعمل ريبليكيشن لنفسه ويعمل نسخ لنفسه. هيرشي وتشيس في الاكسبيرمنت بتاعتهم استخدموا الراديو اكتيف سلفر عشان يميزوا البروتين، واستخدموا الراديو اكتيف فوسفورس عشان يميزوا الدي ان اي او يعملوا ليبل للدي ان اي. البروتين فيه سلفر، الدي ان اي ما فيهوش. الدي ان اي فيه فوسفورس، البروتين ما فيهوش. هما الاثنين فيهم نيتروجين، فما كانش ينفع يستخدموا مثلا راديو اكتيف نيتروجين عشان ده مش هيبقى ليبلنج ما بينهم. طب تعالى نشوف السؤال ده بيقول ايه. بيقول scientists Hershey and Chase concluded through their experiment that the substance present in the outer surface of the phage. بيسألني على السبستنس اللي موجودة فين؟ اللي موجودة بره، اللي هي البروتين اللي فيها سلفر. هم عايزين يعرفوا السلفر، فبيقول لك ايه؟ استخدموا راديو اكتيف سلفر اونلي، ولا راديو اكتيف فوسفورس اونلي، ولا نون راديو اكتيف فوسفورس اند سلفر، ولا راديو اكتيف فوسفورس اند سلفر. طبعا لو انت متسرع فممكن تروح تختار الاخيره، راديو اكتيف فوسفورس وسلفر. لا، راديو اكتيف فوسفورس وسلفر استخدموها عشان يعلموا ده ويعلموا ده. لكن هنا بص بيقول لك ايه في السؤال، بيقول لك ازاي استخدموا ايه عشان يعلموا الاوتر سيرفيس، يعلموا البروتين. ايه الحاجه المميزه في البروتين؟ السلفر. فهم استخدموا ايه في السلفر؟ راديو اكتيف سلفر اونلي. يبقى هنا تقرا السؤال كويس، هو مش بيقول لك في المطلق استخدموا ايه. استخدموا في تجربتهم الراديو اكتيف فوسفورس عشان يعلموا الدي ان ايه، واستخدموا الراديو اكتيف سلفر عشان يعلموا البروتين. هو بقى في السؤال بيقول لك ايه؟ استخدموا ايه عشان يعلموا البروتين اللي هي الاوتر سيرفيس. طيب بعد كده
بقول لك البكتيريال ريستريكشن انزيم دي بتفرز من انواع معينه من البكتيريا اللي بتبقى ريزيستنت للبكتيريوفاج. بتعمل ايه البكتيريال ريستريكشن انزيم؟ بتكسر الكوفالنت بوند في الشوجر فوسفيد باك بون، بتكسر الدي ان ايه بتاع الفيروس، وبتكسر الهيدروجين بوند اللي ما بين النيتروجينس بيزز وبعضها، بتدمر له الدي ان ايه بتاعه وبتخليه بيسز ملهاش لازمه خالص. طبعا بتتعرف على الريكوجنيشن سايت. وعشان البكتيريا ما تضرش نفسها بالريستريكشن انزيم، بيبقى عندها انزيم تاني اسمه موديفيكيشن، اللي بيحط الميثايل جروب على الريكوجنيشن سايت اللي عنده، اللي شبه اللي موجوده عند الفيروس، عشان الريستريكشن انزيم بتاعه ما يكسرش الدي ان ايه بتاع البكتيريا نفسها. يبقى تاني، البكتيريا الريزيستنت بيبقى عندها ريستريكشن انزيم بتتعرف على اماكن اسمها ريكوجنيشن سايت في الفيرال دي ان ايه وبتقصها. طب ما انا ممكن كبكتيريا يبقى عندي نفس الريكوجنيشن سايت ديت، ما هي نيوكليوتايدز، فممكن يتقص عندي ممكن. فلو انا عندي ريستريكشن انزيم قبل ما يشتغل، هشغل الموديفيكيشن انزيم يجري على الدي ان ايه بتاعي انا كبكتيريا، يحط ميثايل جروب يعمل زي تنكر كده يخبيها او يغير في شكلها عشان الريستريكشن انزيم ما تتعرفش عليها وتكسرها. برضو من الحاجات المهمه التكنيكس اوف موليكيولر تكنولوجي. التكنيكس عندنا الهايبردايزيشن اوف دي ان ايه، وعندنا البكتيريا ريستريكشن انزيم. طبعا الهايبرديزيشن اتكلمنا عليها من شويه، والبكتيريا ريستريكشن انزيم اتكلمنا عليها. الكلوننج اوف دي ان ايه الاستنساخ، عايز اعمل نسخ كتيره، يا اما استخدم البي سي ار يا اما استخدم البلازميد. بس انا اصلا عشان اعمل كلوننج للدي ان ايه لازم الاول اجيب الجين ده. طب انا هجيب الجين ازاي؟ هجيبه بطريقتين، يا اما باستخدام الريستريكشن انزيم، هجيب ريستريكشن انزيم واكسر عند الجين اللي انا عايزاه، يا اما باستخدام الماسنجر ار ان ايه، وده البيست ميثود، دي الطريقه الاحسن في الكسر، او دي الطريقه الاحسن ان انا احصل على الجين اللي انا عايزاه. بجيب الماسنجر ار ان ايه من سيلز يكون فيها الحاجه ديت اكتف. يعني مثلا لو انا عايزه الانسولين، عايزه الجين بتاع الانسولين، فاروح اجيب الماسنجر ار ان ايه بتاع الانسولين من البيتا سيلز اللي في البنكرياس، لان هي اكتر سيلز هتبقى اكتف وعندها الماسنجر ار ان ايه بكميه كبيره بتاع الانسولين. طيب الماسنجر ار ان ايه دوت بقى هعمل فيه ايه؟ هعمل له ريفرس ترانسكريبتيز انزيم، هيحول الماسنجر ار ان ايه لشريط دي ان ايه. طب انا هقعد بشريط دي ان ايه؟ لا، هستخدم بعد كده الدي ان ايه بوليميريز، هيعمل لي الكومبليمنتري بتاعه، فيبقى عندي الدبل ستراند، يبقى انا كده هو بقى عندي الجين ده بقى يا اما اروح ازرعه في البلازميد يا اما استخدم البي سي ار. لو استخدم طريقه البلازميد يبقى انا محتاجه انزيمز، محتاجه ريستريكشن ولايجيز. لو استخدم البي سي ار يبقى محتاجه التاك بوليميريز، ومحتاجه تمبريتشر عاليه، لان التاك بوليميريز بيستخرج من البكتيريا اللي بتعيش في الهوت سبرينجز، فبيبقى عايز تمبريتشر عاليه. هنا بقول لك obtaining of DNA sequence by cutting it by restriction endonuclease enzyme او من الماسنجر ار ان اي، ودي البيست ميثود. باي ايزوليتنج الماسنجر ار ان اي من اكتف سيل. يعني لو انا مثلا عايزه جين الانسولين هروح للبيتا سيلز اللي في البنكرياس، هستخدم الريفرس ترانسكريبتيز انزيم عشان اعمل الكومبلمنتري ستراند اوف دي ان اي، شعب ستراند واحد. هستخدم الدي ان اي بوليميريز عشان اعمل الكومبلمنتري ستراند الثانيه من الدي ان اي. هنا بيقول لك which of the following cells is preferable to use to obtain الانسولين جين، لسه قايلينها البيتا سيلز بتاعه البنكرياس. طيب هنا بقول لك مين النوع من الار ان اي اللي عنده هيدروجين بوند؟ طبعا الترانسفير ار ان اي، لانه بيبقى عنده اجزاء فيها لوبس، وبما انه عنده هيدروجين بوند فهو اكتر نوع من الار ان اي بيبقى ستيبل. السي سي اي ده بيبقى في الترانسفير ار ان اي عند الناحيه 3 اند، وده المكان اللي بيركب فيه الامينو اسيد. وalso may found as anticodon to form tryptophan amino acids. يعني هو بيبقى موجود، انا عندي هنا الترانسفير ار ان اي خلاص، فانا عندي هنا السي سي اي عند الثلاثه اند، وهنا ده المكان اللي بيركب فيه الامينو اسيد. وممكن برضو يبقى موجود كانتي كودون هنا، ولو موجود انتي كودون اللي هو السي سي اي بيبقى انتي كودون للتريبتوفان امينو اسيد. خلاص، يبقى الامينو اسيد التريبتوفان الكودون بتاعه، الانتي كودون بتاعه السي سي اي.
وكل كودون على الماسنجر ار ان اي بيبقى له انتي كودون على الترانسفير ار ان اي. الماسنجر ار ان اي موديفايد افتر ترانسكريبشن اند ديليت النون كودينج سيكونس. بعد ما بخلص الترانسكريبشن بتاع الماسنجر ار ان اي بعمل له حاجتين. الحاجات النون كودينج سيكونس بشيلها، فالماسنجر ار ان اي بيقصر شويه وبعدين بيطول تاني لان انا هضيف له البولي ادينين تيل. يبقى تاني الماسنجر ار ان اي عشان يبقى ماتيور يبقى خلاص بعد ما عمل له ترانسكريبشن بيحصل له حاجتين، بشيل منه النون كودينج سيكونس وبضيف له البولي ادينين تيل. ترانسفير ار ان اي وماسنجر ار ان اي ترانسكرايبد ان ذا نيوكليوس وكمان في الميتوكوندريا وكمان في البلاستيد وفي السيتوبلازم بتاع البروكاريوت. كل دول في النيوكليوس وفي الميتوكوندريا وفي البلاستيد، كل دول هيحصل فيهم او كل دول فيهم دي ان اي، فكل دول هيحصل منهم ترانسكريبشن للترانسفير ار ان اي والماسنجر ار ان اي. لكن تخلي بالك انه الريبوسوم الار ان اي زي ما اتفقنا الترانسكريبشن بتاعه بيبقى في النيوكليولس، وكمان لو انا بقى بروكاريوت ما عنديش نيوكليولس فبيبقى في السيتوبلازم بتاع البروكاريوت. طيب هنا في انزيمز بقى مهمه، اللي هو عندك الدي ان اي بوليميريز، ده انزيم doesn't form هيدروجين بوند على فكره. يعني الدي ان اي بوليميريز ما بيعرفش يكون هيدروجين بوند، ملوش دعوه بالهيدروجين بوند، هي تتكون لوحدها، دي نوت مهمه. دي اوكسي رايبو نيوكلييز انزيم، ده بيكسر الكوفالنت بوند. انهي كوفالنت بوند؟ اللي ما بين التو نيوكليوتايدز بس. يعني بيبقى فيه كوفالنت بوند ما بين C1 وما بين النيتروجينوس بيس، وفي كوفالنت بوند ما بين C رقم 5 وما بين الفوسفات، وبيبقى فيه كمان هيدروجين بوند هو ملوش دعوه، هو بيكسر بس في الفوسفات شوجر باك بون الكوفالنت بوند اللي ما بين النيوكليوتايد والنيوكليوتايد اللي بعدها، هو ده اللي بيكسره، مش اي كوفالنت بوند وخلاص، لا، اللي بين النيوكليوتايد والنيوكليوتايد اللي بعدها. هنا مثلا السؤال ده بيقول لك the following drawing represent piece of DNA which letter indicate to the bond that can be broken by the enzyme deoxyribonuclease. احنا لسه قايلين ما بيكسرش هيدروجين بوند، طبعا ايه ديت هيدروجين بوند فايه ديت مرفوضه. طيب بي دي هيدروجين بوند سوري دي كوفالنت بوند ما بين الشجر وما بين الفوسفات فدي ما تنفعش. طيب سي دي ما بين برضو فوسفات وما بين شجر ما تنفعش. طيب دي ما بين اهو نيوكليوتايد وما بين ثانية واحدة، لا بص هنا اهوت سي، ركز معايا في الصورة، سي دي كده اهو، ثانية واحدة بس ارفع القلم شوية عشان نعرف نكتب بيه. بص سي ديت ادي نيوكليوتايد وادي نيوكليوتايد، فالسي ديت كوفالنت بوند ما بين اتنين نيوكليوتايد فدي تتكسر. انما تعالى بص معايا هنا مثلا الدي دي كوفالنت بوند بين الشجر وبين الفوسفات فالدي ديت لا، يبقى مين هنا اللي هتتكسر بالدي اوكسي رايبو نيوكلييز؟ سي بس. تمام. طيب تعالى نشوف اللي بعد كده، الريستريكشن انزيم بيكسر ايه؟ بيكسر كوفالنت بوند وبيكسر هيدروجين بوند، هو بيكسر الفيرال دي ان ايه، بيخليه بيسز ملهاش لازمه فبيكسر النوعين من البوندز. الهيليكيز بيفصل لي التو ستراندز بتوع الدي ان ايه من بعض، بيعمل لي الريبليكيشن فورك فهو بيكسر الهيدروجين بوند. ريفرس ترانسكريبتيز بيكون كوفالنت بوند. تمام. الموديفيكيشن انزيم بيعمل ايه؟ بياد ميثايل جروب للايدنتيفيكيشن سايت او اسمها ريكوجنيشن سايت. البرايميز، تخلي بالك بقى من البرايميز، مهم 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 مهم. البرايميز ده الانزيم اللي بياد البرايمر، والبرايمر ده بيبقى عباره عن شورت سيكونس من الار ان اي اللي بيبقى عندها الدي ان ايه بوليميريز هيجي يشتغل تاني. دلوقتي المفروض ان انا هعمل اهو زي ما انت شايف في الصوره اللي قدامك دي كده اهوت الريبليكيشن فورك، فانا المفروض ان انا الدي ان ايه بوليميريز هيجي يشتغل. الدي ان ايه بوليميريز هيعرف ازاي يشتغل منين؟ طبعا انت عارف الدي ان ايه بوليميريز التناكه واخداه وما بيشتغلش غير من 5 to 3، فهو هيعرف ازاي الدايركشن ويعرف ازاي يشتغل منين؟ لازم يبقى فيه علامه محطوطه له، العلامه اللي محطوطه له دي برايمر. طيب مين اللي بيحط البرايمر؟ البرايميز انزيم. طب البرايمر ده عباره عن ايه؟ عباره عن ار ان اي. ليه بقى؟ انا بقول دايما لاولادي انه الار ان اي بوليميريز او سوري الدي ان اي بوليميريز ده عامل
عامل مش متعلم، هو دوره ان هو بنا بيحط القوالب وبيبني بس، ما بيعرفش يعمل غير كده. طيب هو دلوقتي لو احنا حطينا له علامه، هو عشان هو مش عارف فاحنا هنحط له علامه نقول له ابني من عندها، العلامه دي اسمها برايمر. طب هو الراجل مش متعلم مش عارف، فلو البرايمر ده دي ان ايه هو مش هيبقى عارف ده الدي ان ايه بتاع الفورك ولا الدي ان ايه الاصلي ولا الدي ان ايه العلامه ولا ايه، فهيتلخبط. فاحنا هنحط له البرايمر يكون من الار ان ايه عشان يبقى مختلف ومميز، عشان بعد كده يتشال بسهوله. طيب الحاجه الثانيه انه زي ما انت شايف هنا انا عندي طبعا انا عندي بيبقى ادي الشورت ار ان ايه برايمر، البرايمر اهو البرايمر بيبقى محطوط عند كل واحده جايه ابنيها، كل واحده جايه ابنيها بحط عندها برايمر. اللي طبعا انا عندي شريطين، اللي هو التمبلت الثلاثة خمسة ما فيهوش مشكلة، لأن أنا لما هبني عليه هبني من 5 ل3 ما فيهاش قصة خالص، وبرده بيبقى فيها طبعا برايمر. طيب لما أجي أبني بقى، وطبعا دوت اللي اتعمل كله مرة واحدة اسمه الليدنج ستراند، لأن هو اتعمل حتة واحدة، لأن هو ماشي في الدايركشن بتاع البوليمريز اللي هو 5-3. لكن لما هاجي هنا على الستراند الثاني، الستراند الثاني اللي هو مين؟ اللي هو المفروض ان انا لما هاجي هبني فيه بقى اللي هو من 3 ل5 سوري من 5 ل3، فانا لما اجي هبني من 3 ل5 لا ما ينفعش، انا ما ينفعش ابني غير من 5 to 3. فهبدا ابني ازاي؟ هبنيه على شكل فراجمنتس اسمها اوكازاكي فراجمنتس، كل بيس فيهم وهي بتتبني في قبلها ار ان اي برايمر حاططها لنا البرايميز عادي خالص. الستراند اللي معمول مقطع ده اسمه اللاجنج ستراند، وطبعا بعد كده هتيجي اللايجيز انزيم يربط الفراجمنتس دول مع بعض. خلاص على هنا هو برضو نشوف اهو، هنا بقول لك انا عندي الفورك اهيت مين ده ومين ده، مشاور لك على الاكس ومشاور لك على الواي، بيقول لك مين ده ومين ده. طبعا الاكس اللي باللون الاخضر دي البدايه فهتبقى البرايمر، والواي ديت هتبقى البيس اللي هي اتعملت، فالاكس ده برايمر يعني ار ان اي واللي بيحطوه لي البرايميز انزيم، انما الواي ده دي ان اي عادي واللي بيحطوه لي او اللي بيبنوه لي الدي ان اي بوليميريز. طبعا انت فاكر انه انا لما باجي ابني هنا هوت لو جه سالك مين اللي اتبنت الاول، اللي اتبنت الاول اللي قدام دي، وبعدين دي اللي بعدها، وبعدين دي اللي بعدها، يبقى دي اول واحده وبعدين دي الثانيه وبعدين دي الثالثه. ببني اللي بره الاول وبعدين ببدا اخش على جوه. طيب التريتمنت اوف بكتيريوفاج باي ديوكسي رايبونيوكلييز بيفور انفكشن. جاب لك سؤال قال لك لو انا في عندي بكتيريوفاج قبل ما يعمل انفكشن لبكتيريا حطيت له ديوكسي رايبونيوكلييز هيحصل ايه؟ مش هيعرف ينفكت البكتيريا، لان الديوكسي رايبونيوكلييز هتكون كسرت له الدي ان ايه بتاعه. هنا بقول لك الدي ان ايه كلونينج باستخدام البي سي ار بيديني لارج نمبر من الدي ان ايه في وقت قصير وباستخدام انزيم واحد اللي هو تاج بوليميريز عند حراره عاليه من 70 ل 95. انما لو هستخدم البلازميد فبيديني كميات صغيره وبياخد مني وقت كبير شويه، وبستخدم عندي انزيمين اللي هم الريستريكشن واللايجيز وبيبقى في الروم تمبريتشر عادي. التو ميثودز بيبقوا شبه بعض في ان هم بيطلعوا لي كوبيز من الجين. طبعا الميوتيشن من اشهر الميوتيشن اللي بتيجي تتسال عنها اللي هي قصه البنسيليوم فانجس اللي بيفرز الانتي بايوتيك البنسلين. طبعا الميوتيشن بتاعته بتخليه يعمل بنسلين اكتر، دي انديوزد مش سبونتينيوس، احنا اللي عاملينها باستخدام حاجات مثلا زي الجاما ريز. ودي سوماتيك ميوتيشن لانه اصلا هو اساسا فانجس يعني، فهو ده بتبقى سوماتيك ميوتيشن. خلي بالك من حاجتين عشان اقول على الميوتيشن ان هي ترو معناها ان هي اتنقلت من جنريشن لجنريشن، وعشان تتنقل يبقى هي مش سوماتيك يبقى هي جيناتيك ميوتيشن. يعني جايب لك مثلا الشجره ديت شجره عيله فاميلي بيدجري، بيقول لك الاوبوزيت دياجرام ريبريزنت بيدجري اوف فاميلي individuals shaded in the figure have mutation. طيب انا شايف سي في الجيل الثاني، يعني اول جيل ما فيهوش حاجه، تاني جيل دوت فيه سي الشيدد، وبعدين الجيل اللي بعده فيه جي. طب ده اتنقلت للجنريشن، يعني اتنقلت من الجنريشن الثاني للثالث، يبقى هي كده مش فولس هي كده ترو. يبقى انا دلوقتي
الاثنين اللي فيهم فولس دول هلغيهم، هي ترو ميوتيشن. طب هل هي ترو جيناتيك ولا ترو سوماتيك؟ لا، ما هي طالما اتنقلت من البيرنت للاوف سبرينج يبقى هي ترو وجيناتيك ميوتيشن، يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ كده يا شباب دي كانت كل الافكار اللي جت في الاسترشاديه واللي جت في امتحانات قبل كده. انا تقريبا راجعت معاك المنهج كله بس على شكل افكار وكام سؤال كده. ركز، انا عندي احساس قوي جدا ان الامتحان جاي ان شاء الله السنه دي حلو، عندي احساس كبير بكده. ان شاء الله الامتحان هيطلع حلو وهنفرح كلنا بعد اللجنه. ركز وحل المقالي بتركيز لان المقالي هيجي حلو كمان ان شاء الله، واضمن درجاته واكتب كل حاجه تعرفها. ركز في كل كلمه في السؤال، خلي بالك من كلمه not ومن كلمه accept. ان شاء الله باذن الله قريب قوي افرح بيكم كلكم وكل واحد فيكم محقق حلمه وواصل للكليه اللي نفسه فيها. انا حاولت اكون جزء من نجاحك دوت واساعدك. ربنا معاك، ربنا يوفقك، وهتوحشوني جدا.